طلاب تانية اعدادي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده ميعادنا مع ريفيجن يونت 4 لتانية اعدادي منهج الساينس. تعالى لو انت اوريدي عندك مشاكل في ان انت تفهم اليونت ديت او حتى كمان انك تحفظ اليونت دي، فان شاء الله مع بعض بعد الفيديو ده انت مش هتكون محتاج اي حاجه غير ان انت يا دوبك بس هتقرا الكلام اللي موجود في الملزمه او الكتاب اللي انت بتذاكر منه وتخش تحل على طول. يلا بينا، جهز حاجتك معاك، قلمك، كراستك، كتابك، ويلا بينا نبدا باذن الله الشرح بتاعنا. تعال نشوف التشينجز اللي حصلت في الارث سيرفيس. الكلام ده قال لك حصل ازاي؟ قال لك ان الارث سيرفيس هاز تشينجد اوفر مليون اوف ييرز، بدا يحصل تغيرات على سطح الارض خلال ملايين السنين اصلا. وده بسبب ايه بقى؟ بسبب الفيريوس جيولوجيكال بروسيس. يعني إيه الكلام ده كله؟ يعني بدا يحصل شويه تغيرات بسبب بعض الظواهر اللي حصلت على الارض، زي مين؟ زي الفولكانو، زي الارث كويك. كل الكلام ده بدا يغير في شكل مين؟ الارث سيرفيس. حلو. لدرجه ان في ناس اللي هي كانت مهتمه بالجيولوجي. مين هو الجيولوجي ده؟ ده ساينس هدفه ان هو يتكلم على اللايرز اوف ايه، اوف الارث، يتكلم على طبقات الارض. الناس اللي شغاله في الكلام ده كله هو اللي اسمهم جيولوجيست. كانوا معتقدين ان الجيولوجيكال لوكيشن وفي الاوشنز والكونتيننتال كان فيكسد وان تشينجد، يعني كل مكان بتاع الاوشنز والكونتيننتال كان ثابت وما بيتغيرش. لغايه ما جه واحد من ضمن الناس دي اسمه الفريد فيجنر. الفريد فيجنر ده عمل ايه؟ راح جاب الورلد ماب. ايه الورلد ماب دي؟ راح جاب الخريطه بتاعت العالم وبدا يبص عليها من خلال اوقات كتيره جدا، فلقى ايه؟ لقى فيها ايفوليوشنز اوف الورلد ماب. يعني ايه الكلام ده كله؟ يعني لقى تطور في شكل الورلد ماب. يعني ايه تطور في الورلد ماب؟ يعني بمعنى صح كده شكل الارض دلوقتي مش زي شكل الارض من قبل كده، مش شكل الارض من زمان قوي اصلا. وراح جاي مطلع شويه هايبوثيسز، شويه افتراضيات. شويه افتراضيات، ايوه. وسمى الافتراضيات دي كونتيننتال دريفت. ايه اللي خلاه يعمل الكلام ده كله؟ قال لك بص، انا لما جيت ابص على شكل الارض دلوقتي في الوقت الحالي، لو نفترض دلوقتي مثلا انا رحت جبت افريقيا اهو، ورحت جبت دلوقتي مثلا نورث امريكا، ورحت جبت ساوث امريكا، هلاقي ايه بقى؟ هلاقي ان ساوث امريكا، ورحت جبت افريقيا، وبدات الزق الاتنين مع بعض كده، هتحس الاتنين كانوا ماسكين مع بعض كحته واحده. فالراجل فكر كده، قال لك ايه؟ قال لك يبقى اكيد كان ساوث امريكا وافريقيا كانوا الاتنين ماسكين مع بعض. بس ايه اللي حصل؟ حصل دريفت. دريفت يعني حصل انجراف، يعني انفصلوا عن بعض شويه بسبب بعض الجيولوجيكال بروسيس. بعد كده افريقيا بقت في مكانها، وكمان الساوث امريكا بقت ايه؟ في مكان تاني. يعني انا لو جيت لزقت افريقيا اصلا مع الساوث امريكا، هل يمكن انهم كانوا حته واحده؟ بالظبط كده. وراح جاي مسمي ده الهايبوثيسز. والهايبوثيسز دي بقى ايه؟ سميناها كونتيننتال دريفت. ولا اتكلم فيهم عن ثلاث حاجات. ايه هم بقى؟ قال لك والله لو انا جيت اصلا بصيت على الارث اصلا، والكونتيننتالز اللي احنا شايفينهم في الوقت الحالي اللي هم السيفل كونتيننتال، هلاقيهم كلهم كانوا حاجه واحده اصلا. طب تعالى نشوف الكونتيننتال دريفت هايبوثيسز دي. تعالى نشوف اصلا الورلد ماب وبدا هو يتخيل الموضوع ده ازاي. قال لك بص، انا اتخيل دلوقتي ان الكونتيننتال كلها كانت حاجه واحده، وسماها ايه؟ بونجيا. اصلا فين بقى ده؟ بص البونجيا دي مثلا دي افريقيا اهو. دي افريقيا. وبعد كده مين بقى؟ بص اللي كان ملزق معاها دي مين؟ دي الساوث ايه؟ الساوث امريكا. فهم ده كان شكلهم بالمنظر ده. بدا يحصل ايه؟ دريفت. دريفت يعني ايه؟ فاكر انت لما تكون سايق العربيه ومره واحده تدوس على البريك فتلاقي العربيه لفت مره واحده؟ انا هنا نتيجه بيحصل جيولوجيكال بروسيس، فبيحصل دريفتنج لمين؟ هيحصل دريفت الكونتيننتال بتاعتي. فتلاقي افريقيا بدل ما هي كده بدات تبدا تلف نفسها شويه كده، وبعد كده ساوث امريكا تبقى الناحيه دي، ونورث امريكا الناحيه دي، وكل واحده من دول هتبدا تتحط في مكانها على خلال مدار الملايين السنين اصلا. فقال لك يبقى احنا دلوقتي هنفترض الافتراض الاولاني ان كل الكونتيننتال بالنسبه لي كانت عباره عن وان ماسيف كونتيننتال. وان ماسيف كونتيننتال وهنسميه ايه؟ بانجيا. حلو. بعد فتره من الزمن ايه اللي حصل؟ بدا يحصل دريفت. ايه اللي حصل؟ هلاقي ان الساوث امريكا وافريقيا ايه اللي حصل ما بينهم؟ بدا يحصل دريفت شويه، بدا كل واحده تنفصل عن التانيه شويه، وبعدين لغايه ما وصلنا للوقت الحالي كل كونتيننتال بدات في مكانها اهو. ولو انا جيت بصيت على ساوث امريكا وافريقيا تحس ان الاثنين كانوا يعتبر عاملين زي البازل كده، كانوا ممكن يركبهم مع بعض. تعالى بقى نجيب الكونتيننتال دريفت بقى ونبدا نقول الثيوري بتاعتي، او بمعنى صح كده الهايبوثيسيس بتاعتي، سواء كان النمبر والشكل بتاعه وتحتها الكلام اللي هو عايز يقوله. ماشي. قال لك من 200 مليون ييرز، من خلال 200 مليون سنه قبل كده، كان بالنسبه لي ده شكل مين؟ شكل الكونتيننتالز بتاعتي.
كان كلها عباره عن ايه؟ وان ماسيف كونتيننتال. ماشي، يبقى الارث ووز ا سنجل ماسيف كونتيننتال، سميناها ايه؟ البانجيا. يبقى دي اول حاجه عايزك تعرفها، مين هم النمبر بتاعي اللي هو كان من 200 مليون ييرز، ان كانت الارث عباره عن كوره كبيره جدا وان ماسيف كونتيننتال، ودي بنسميها ايه؟ البانجيا. بعد كده بعد 135 مليون ييرز، بعد 135 مليون سنه، ايه اللي حصل؟ بدا ان ساوث امريكا وافريقيا بدا يحصل لهم سيبريتد فروم ايتش اذر، بدا ينفصلوا عن بعض. يبقى تقول لي ذا كونتيننتال بيجن تو دريفت، بدا الكونتيننتال يحصل لها دريفت. بعد كده until the continents of Africa and South America start to separate from each other، لغايه ما بدا عندي تو كونتيننتال مين؟ ساوث امريكا وافريقيا، بداوا الاثنين ينفصلوا عن بعض شويه بشويه، لغايه ما وصلنا في الوقت الحالي. ايه اللي حصل؟ ان كل واحده بدات يكون ليها شكلها المعتاد، ان هنا افريقيا هنا موجوده، هنا الساوث امريكا، هنا النورث امريكا، وهنا اسيا ويوروب، بعد كده عندي استراليا، بعد كده مين؟ الساوث بول. ماشي، تعالى بقى ناخد تو ساينتفك تيرم مهمين جدا. البانجيا، لو انا جبت لك السؤال ده قال لك it is a massive continent that formed the land earth 200 years ago. ماشي يا عم. طب بعد كده هنروح بقى نجيب الكونتيننتال دريفت الهايبوثيسيس، ونقول بقى ده برضه ديفينيشن تاني مهم جدا لازم تكون حافظه. ايه هو بقى؟ قال لك والله ذا كونتيننتال دريفت هايبوثيسيس، قال لك هو عباره عن ساينتفك هايبوثيسيس، هو افتراض علمي. ماشي، مين اللي قاله؟ فيجنر. ماشي، ايه بقى في الكلام اللي هو قاله في فيجنر ده؟ قال لك ان اللاند ووز ا سنجل ماسيف كونتيننت. ماشي، كانت الارض عباره عن كونتيننت كبيره. ماشي، وبعد كده بدا يحصل لها جراديوال سيبريتد، بدات تنفصل اوفر تايم، مع مرور الوقت بدات تنفصل شويه شويه، لغايه ما الكونتيننتس توك اون ذا شيب زي ار توداي، بدات لغايه ما الكونتيننت بدات تاخد شكلها في الوقت الحالي. مع الوقت الكونتيننت دي او الكونتيننتال دريفت ما كانتش تفسر تفسير منطقي، لغايه ما وصلنا لثيوري تانية اسمها التكتونيك بليتس. بس قبل ما ناخد التكتونيك بليتس محتاج ان انا اعرف اللايرز بتاعه الارث. حلو، وعشان اعرف اللايرز بتاعه الارث لازم اكون متخيل الموضوع عامل ازاي. لو انا دلوقتي تخيلت ان انا جبت لك دلوقتي ايج بتكون عباره عن ايه؟ هيكون في لاير من بره اللي هي القشره اللي من بره، بعد كده الجزء اللي هو الابيض اللي موجود في الايج، بعد كده الجزء مين؟ الاصفر اللي جوه. حلو، لو انا جيت تخيلت الارث هي نفس القصه كده، عندي الطبقه من بره اللي هي القشره دي بنسميها كراست، بعد كده الجزء الابيض اللي هو بيكون موجود جوه البيضه ده بنسميها المنتل، وبعد كده الجزء اللي جوه ده بنسميه ايه؟ الكور. اصلا يبقى احنا كده عرفنا ان الارث متكونه من كام لاير؟ 3 لاير، كريست منتل كور. بعد كده تحت كل واحده بيكون في حاجتين، ايه هما؟ الكراست دي بيكون فيها حاجتين، واحده اسمها كونتيننتال كراست، وواحده تانية اسمها اوشانيك كراست. اصلا ماشي، وبعد كده نخش على المنتل. المنتل بقى فيها ايه؟ فيها حاجتين برضو، مين هما؟ عندي upper mental وعندي lower mental. ماشي، وبعد كده الكور، عندي الكور متقسمه لاوتر ومين؟ وانر. يبقى انا عايزك تخيل اللي بالك من الشكل ده. يبقى انا عندي اللاير اوف الارث متقسمه كام حاجه؟ لثلاث حاجات، كريست منتل كور. الكريست عندنا حاجتين، كونتيننتال واوشانيك، جميل جدا. بعد كده المنتل عندي ابر وعندي لور، تمام. بعد كده عندي الكور عندي اوتر وعندي انر. في مشكله في الكلام ده؟ لا. ماشي، قال لك في حته هنا مهمه جدا، ايه هي؟ لو انا جبت الكريست مع الابر منتل ده بنقول عليها الليثو سفير. الليثوسفير ماشي. تحت الليثوسفير اللي هي الحته دي بقى بيبقى عندي حاجه تانية اسمها ايه؟ الاسينو سفير. ايه الفرق ما بين الليثوسفير والاسينوسفير؟ قال لك الليثوسفير دي بتكون الجزء كلها بتكون عباره عن روكس، وطالما كلها روكس يعني كلها بتكون الليثوسفير بتكون الفيزيكال ستيت بتاعتها بتكون سوليد، يعني كلها بتكون سوليد. حلو، تحت الليثوسفير بيجي الاسينوسفير، ودي بتكون بقى عباره عن مولتن روك. مولتن روك يعني ايه مولتن روك؟ بما ان انا دلوقتي عملت مولتن للروك يبقى هي كده الفيزيكال ستيت بتاعتها بيكون ايه؟ ليكويد. ده الخلاصه بتاعت مين؟ السلايد دي. يبقى الارث بتاعتي فيها كام لاير؟ عندي 3 لاير. عندي الفوق بنسميها الكريست، بعد كده المنتل، بعد كده الكور. بعد كده كل واحده متقسمه حاجتين، مين هما؟ الكريست عندي حاجتين، اوشانيك وكونتيننتال. بعد كده المنتل عندي ابر وعندي لور. بعدين عندي الكور عندي اوتر وعندي انر. جميل جدا كده، انا فهمت مين؟ كده فهمت اللايرز بتاعت الارث. بعد كده بقى عندي الكريست اللي هي الابر كريست اصلا، او الكريست بمعنى اصح كده اللي هي الكونتيننتال اوشانيك، مع الابر بارت من المنتل دي بنقول على الليثوسفير.
طب وبعد الليثوسفير الحته اللي تحت بقى الليثوسفير بقى بنقول عليها السينوسفير، دي بتكون فيها ايه؟ بيكون فيها المولتن روك. تعالى بقى نشيل كل الكلام ده كله ونوضح الكلام اللي عندي. يبقى اللايرز اوف الارث عندي 3: الارث كراست، بعد كده المنتل لاير، بعد كده الارث كور. المنتل لاير متقسمه لحاجتين، مين هما؟ قبل ما نقول المنتل لاير متقسمه لكام حاجه، تعالى نقول الارث كراست اهو ذا سوليد اوتر موست لاير. ماشي. المنتل عندي حاجتين، مين هما؟ الابر منتل وعندنا اللور منتل. بعد كده الابر منتل دي بقى عملها قال لك بتكون عباره عن سوليد بورت. ماشي. وتحت بقى السوليد بورت ده بيجي بقى المولتن روك، ودي بنقول عليها الاسينوسفير اللي هي بتكون مولتن. مولتن يعني ليكويد. ماشي. بعد كده الايرث كور متقسمه لحاجتين، اوتر كور ومين وانر كور. ماشي. قلنا بعد كده الابر منتل مع الايرث كراست دول بنقول عليهم ايه؟ الليثوسفير. يبقى ايه الليثوسفير؟ هتقول له ذا روكي شيل. ماشي. consists of الايرث كراست in addition of the solid part of upper mantle. يبقى الليثوسفير عباره عن ايه؟ هتقول لي الايرث كراست بلس مين بقى؟ الابر ايه؟ الابر منتل، بس انهي جزء فيها؟ اللي هو السوليد بورت. ماشي. تعالى بعد كده مين بقى؟ عندي مين؟ الاسينوسفير. ده عباره عن ايه بقى؟ ده عباره عن a layer of molten rock. ده بيكون موجود فين؟ lower part of الابر منتل. ده بيكون في الجزء اللي تحت من الابر منتل، بس عباره عن ايه؟ بلو الليثوسفير. ماشي. كده عرفنا حاجتين مهمين جدا. يبقى انا يهمني ان انت تكون عارف الديفينيشن بتاع الليثوسفير، عارف الديفينيشن بتاع الاسينوسفير، وعارف اللاير بتاعت الارث سواء الكراست او المنتل او الارث كور. ماشي. بعد ما فهمنا اللايرز بتاعت الارث، تعال نخش بقى على التكتونيك بليت ثيوري. قال لك التكتونيك بليت ثيوري دي قال لك والله ان الروكي شيل اللي هو الليثوسفير بيتكون من حاجتين، مين هما؟ كونتيننتال كراست، ودي بتكون فيها حاجتين مهمين جدا. اول حاجه ان بتكون السيكنس بتاعها عالي جدا، بتكون طبقه سميكه جدا، بتكون سيك. حلو. بتكون ايه؟ لو دينستي. ماشي. وعندي بعد كده من ضمن الكراست بقى عندي حاجه اسمها الاوشانيك كراست. دي مالها بقى؟ دي بيكون السمك بتاعها زي ما انت شايف كده بيكون سن رفيع جدا وهاي دينستي. ماشي. يبقى احنا كده عندنا حاجتين، كونتيننتال كراست واوشانيك. الكونتيننتال بتكون كبيره وبتكون لو دينستي، بعد كده اوشانيك بتكون سن، وبعد كده ايه؟ هاي دينستي. المهم جدا 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 تفرق ما بين الاثنين، الله يبارك لك. ماشي. قال لك بعد كده ايه؟ الكونتيننتال كراست بقى والاوشانيك كراست بيكون متكونين من several solid plates of different shape and size. سواء الكونتيننتال كراست او حتى الاوشانيك كراست بيكون متكونين من طبقات مختلفه. مختلفه في مين بقى؟ في الشيب وفي السايز. حلو. بس مالهم بقى؟ بيكون مالهم منفصلين عن بعضهم. وفي الحاله اللي زي كده بنقول عليهم بقى ايه؟ تكتونيك بليتس. يبقى ثانيه واحده، يبقى الكونتيننتال كراست والاوشانيك كراست كل واحده متكونه من different layers، وبرده الاوشانيك برده متكونه من different layers، كل واحده مالها مختلفه فين؟ في الشيب وفي السايز. وفي الاخر بنقول عليهم ايه؟ تكتونيك بليتس. انا بقى عايز اعرف مين الديفينيشن بتاعت التكتونيك بليتس. تعالى ناخد الديفينيشن بتاعت التكتونيك بليتس. قال لك التكتونيك بليتس يا صاحبي عباره عن ايه؟ قال لك هي سوليد بليت. سوليد بليت مالهم؟ ذات ميك اب اوف ليثوسفير. هي بتكون عباره عن بليتس سوليد. ماشي. بليتس بنقول عليها صفائح، او بمعنى صح لايرز كده، بتكون مالها سوليد، وهي اللي بتكون مين؟ الليثوسفير. ماشي. which consists of بتتكون من بقى التكتونيك بليتس يا اما اوشانيك كراست اور كونتيننتال كراست. وعرفنا الفرق ما بين الاوشانيك كراست وبين الكونتيننتال كراست ايه هما بقى؟ اهو السيك والسن، الدينستي والدينستي، واحده قليله وواحده بتكون هاي. ماشي. بعد كده انا بيكون عندي الارث كراست اهو، وتحت الارث كراست بيكون عندي الابر منتل، وبعد كده بيحصل عندي حاجه هنا ايه؟ اسمها الكونفكشن كورنت، وهنعرفها بعد شويه اهو. ماشي. قال لك التكتونيك بليتس بتبدا تتحرك ايه؟ ان سلو وكونتينيوس. يعني ايه الكلام ده كله؟ يعني التكتونيك بليتس اهو، دي التكتونيك بليتس بتاعتي مالها بقى يا صاحبي؟ بيكون تحت منها شغال حاجه غريبه شويه. ايه هي بقى؟ بيكون عندي المولتن روك اللي هو بيكون تحت اللي هو في الاسينوسفير. ماشي. وكده كده عندي الابر منتل. ايه اللي بيحصل؟ عندي حاجه تحت سخنه جدا 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 يعني هاي تمبريتشر، وحاجه فوق لو تمبريتشر. فده يعمل ايه؟ عندي حاجه هاي وعندي حاجه لو، فده يولد عندي كونفكشن كارنت. فايه اللي يحصل بقى في الكونفكشن كارنت؟ ان في حاجه طالعه وحاجه نازله، حاجه طالعه وحاجه نازله، دي بنسميها كونفكشن كارنت. وبناء عليه بقى اللي يحصل كأن دولت عاملين زي العجله. الكونفكشن كارنت دي عامله زي العجله، يا اما يكون الاثنين ماشيين بالشكل ده، خلي بال حضرتك اهو، يعني كده اللي بيحصل يعني كانهم بيبعدوا عن بعض، فبتعمل موفمنت في التكتونيك بليتس اهو، خلي بالك اهو بيبعدوا عن بعض، فدي هنسميها موفمنت معين هنسميها الدايفرجن. يا اما يكونوا هما الاثنين ماشيين فين؟ في نفس الاتجاه، في نفس الاتجاه يعني بيقربوا من بعض، فبنسميها كونفرجن. كونفكشن كارنت الاثنين يمشوا مع ايه؟ مع بعض بشكل بارل،
فيعملوا لي حاجه ثانيه ترانسفورم موفمنت. حلو، يبقى احنا عندنا كام موفمنت؟ عندنا 3. ماشي، خلي بال حضرتك هو ده بسبب مين؟ بسبب الكونفكشن كارنت. هل الحركه دي بتكون سريعه جدا؟ لا، ده بتكون سلو. وايه كمان؟ وتكون كونتينيوس. يعني ايه كونتينيوس؟ مستمر. طب تمام، بس الكلام ده بيكون مش ملحوظ بالنسبه لي. حلو، بس الكلام ده بسبب مين؟ بسبب مين؟ الاسينوسفير، لان هي اللي بتكون مولده الكلام ده كله. مولده مين؟ الكونفكشن كارنت. يبقى تاني مع بعض خالص اهو. يبقى احنا التكتونيك بليتس ثيوري دي عباره عن ايه؟ هتقولي كان عندي روك شيل ليسوسفير. ماشي، متقسمه لمين؟ متقسمه لحاجتين، كونتيننتال كراست واوشانيك كراست. الكونتيننتال مالها بتكون سك كبيره جدا بس الدنس بتاعتها ايه؟ قليله. عند الاوشانيك كراست بتكون سن رفيعه والدنس بتاعتها هاي. ماشي. بالنسبه للكونتيننتال وبالنسبه مين للاوشانيك مالهم؟ الاثنين دولت مالهم بيكونوا متكونين من سوليد بليتس، بس مالهم بقى بتكون ديفرنت ان شيب وديفرنت ان سايز، وسميناهم تكتونيك بليتس. ايه هما التكتونيك بليتس؟ التكتونيك بليتس عباره عن سوليد بليت ميك اب اوف ليسوسفير. هي بتكون عباره عن بليتس سوليد بتكون من الليسوسفير بتاعي. جميل جدا. وبتتكون من ايه؟ من حاجتين، اوشانيك وكونتيننتال. جميل. عندي الاوشانيك اهو، مثلا نفترض مثلا دي كونتيننتال كراست ودي كونتيننتال كراست ودي الابر منتل. تحتها هنا عندي الاسينوسفير. الاسينوسفير ده ماله؟ ده في المولتن روك. مولتن روك يعني ايه؟ يعني هاي تمبريتشر لو تمبريتشر، فيعمل حاجه اسمها كونفكشن كارنت. الكونفكشن كارنت دي بتخلي التكتونيك بليتس بتاعتي تبدا تتحرك عن بعضها. حلو، تتحرك عن بعضها ازاي؟ يا اما الاثنين يكونوا في الاوبزيت دايركشن، يعني كل واحد في اتجاه معين فبيبعدوا عن بعض فبنسميها دايفرجنج موفمنت. يا اما يكون الكونفكشن كارنت الاثنين ماشيين رايحين قريبين من بعض، يعني رايحين في نفس كده قريبين من بعض كده اهو، فبنسميها كونفرجنج موفمنت. يا اما بيمشوا بشكل بارل فيعملوا حاجه اسمها ترانسفورم موفمنت. طب تمام جدا. قال لك بقى ده الحركه دي نتيجه ايه؟ as a result of movement of upward، بسبب الحركه بتاعه الابورد بتاعه الكونفكشن كارنت او داونورد بتاعه الكونفكشن كارنت. ماشي. وده نتيجه مين؟ الموفمنت اوف كونفكشن كارنت ان ابر مان. تعال بقى نتكلم على التكتونيك بليتلتس موفمنت. تعال نتكلم على اشكال الحركه بتاعه التكتونيك بليتلتس اصلا. ايه هم بقى؟ عندي دايفرجنت موفمنت، وده بيكون عباره عن ايه؟ ان التكتونيكس بتاعتي بتبعد عن بعضها. ماشي. ايه تاني؟ عندي الكونفرجنت موفمنت. ايه اللي يحصل؟ التكتونيك بليتس تبدا تقرب من بعضها بالشكل ده. وبعد كده عندي الترانسفورم موفمنت. ايه اللي بيحصل؟ ان الاثنين بيكونوا ماشيين بشكل بارل مع بعض. طب اهو ده شكلها اهو، دي بقت الترانسفورم موفمنت. قال لك نتيجه الثلاث حركات اللي حصلوا دول، الدايفرجنت والكونفرجنج والترانسفورم، ده ادى ان يحصل تشينج في الشيب اوف ايه؟ الارث سيرفيس. يا راجل والله اهو. يبقى ذا موفمنت اوف تكتونيك بليتلتس، بسبب الحركه بتاعت التكتونيك بليتلتس اللي حصل led to change in appearance of earth surface، ادى الى تغير شكل ايه؟ الارض بتاعتي. وده نتيجه مين بقى؟ ذا فلو اوف ماجما بينسل. هي حركه الماجما اللي هي الكونفكشن كرنت ادت والله، يا اما البليتلتس تبعد عن بعضها بالمنظر ده، يا اما تقرب من بعضها بالمنظر ده، يا اما الاثنين يمشوا بارل بقى، سواء كان الاثنين في الاوبزيت دايركشن او الاثنين يكونوا ماشيين مع بعض، وات ايفر هم يكونوا ماشيين مع بعض ازاي. ايه بقى الديفينيشن بتاع الدايفرجنت موفمنت؟ قال لك ذا موفمنت اوف تكتونكس away from each other، بعاد عن بعض. طب والكونفرجنت موفمنت؟ الموفمنت اوف التكتونيك بليتس towards to each other، ان هم يقربوا من بعض. ماشي. بس بشرط ايه؟ ان وان بليت subduct under other، يعني واحده تنزل والثانيه تبقى فوقيها. وده بسبب ايه؟ بسبب الدنست بتاعتي. ماشي. طب الترانسفورم موفمنت ايه اللي حصل؟ ده بيكون عباره عن الهوريزونتال موفمنت وفي التكتونيك بليتس، بحيث ان هي تكون بارل تو اتش اذر، سايد باي سايد، جنب بجنب. طب تمام جدا. قال لك بقى في ما بين الاثنين دول لما بيفصلوا مع بعض، الحته ديت بنقول نسميها حاجز فبنسميها باوندري. ماشي. او الاثنين لما يقربوا مع بعض، الحته اللي اتقابلوا فيها دي بنسميها باوندري. طب والاثنين اللي هم بيكونوا ماشيين مع بعض بارل دولت، الحته اللي في النص دي بنسميها باوندري. تمام. فبنسميها دايفرجنت باوندري وكونفرجنت باوندري وعندي ترانسفورم باوندري. يبقى احنا عندنا 3 باوندري وعندنا 3 موفمنت. ماشي. الدايفرجنت باوندري قال لك ذا اريا وير ذا تكتونيك بليتس دايفرج، دي الاريا اللي بيحصل عندها البليتلتس بتاعتي بيحصل لها دايفرج. ماشي. وهنا الاريا اللي هي التكتونيك بليتس مالها كونفرج، اللي بيبداوا يتقابلوا مع بعض، او ترانسفورم الاريا وير تكتونيك بليتس بتكون بارل تو اتش اذر. ماشي. جميل جدا الكلام ده. تعال نمسك بقى كل موفمنت ونتكلم عنها، ونتكلم كمان ايه الريزلت اللي بيحصل نتيجه الدايفرجنت موفمنت دي، او الكونفرجنت موفمنت او الترانسفورم موفمنت. بالنسبه للدايفرجنت موفمنت، الديفينيشن بتاعها تاني اهو، هو موفمنت اوف تكتونيك بليتلتس اواي فروم اتش اذر. هو عباره عن ايه؟ حركه التكتونيك بليتس تبعد عن بعضها. ماشي. وده نتيجه ايه بقى؟ بص كده، عايزك تبص على الرسمه دي. ايه اللي حصل؟ ادي يا عم دي بليتلتس ودي تكتونيك بليتلتس برضه.
انا عندي الكونفكشن كارنت اهو، فبص هيبدا يكون حركتها كده اهو، فاللي يحصل الكونفكشن كارنت كده والكونفكشن كارنت اهو، فيخلي التكتونيك بليتس بتاعتي ايه تبعد عن بعضها. طب ده بسبب ايه؟ ان الماجما بتاعتي عماله تطلع اهو. حاضر. فدي تبعد كده ودي تبعد كده، يبقى الريزون بتاعه اهو. تعالى نقرا الريزون بتاعه اهو. يبقى ذا رايزنج او ابورد كونفكشن كارنت، الكونفكشن كارنت عمال يطلع اهو. فاللي يحصل cause the tectonic plates boundaries to move away from each other، او الباوندري ده اهو، فيخلي ده يمشي الناحيه دي وده يمشي الناحيه دي، فيبعدوا عن بعض، فبنسمي بقى الحركه دي دايفيرجنت موفمنت. طب الحته اللي في النص دي بقى اللي فصلت ما بين التو تكتونيك بليتس بنسميها ايه؟ دايفيرجنت باوندريز. يبقى الدايفيرجنت باوندريز هتقولي هي الاريا اللي عندها التكتونيك بليتس مالها حصل لها دايفيرجن. ماشي. نتيجه الحركه دي بقى ايه اللي بيحصل؟ بيكون عندي يا اما نيو اوشانيك كراست، يا اما الاثنين دول يبعدوا مع بعض فيخش ميه فيكون النيو اوشانيك كراست، او زي مين يا معلم؟ او نيو كونتيننتال كراست. ماشي. الاثنين لما بيبعدوا مع بعض يبداوا يعملوا طريق تاني اهو، كونتيننتال اهو. ماشي. انا عندي تو اكزامبل مهم جدا 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 تكون حافظ ده حصل نتيجه مين اصلا. يبقى انا مهم جدا في الحته دي اصلا تعرف حاجتين ايه هما؟ الدايفيرجنت موفمنت، حلو، ونتيجه الدايفيرجنت موفمنت ايه اللي ممكن يحصل؟ يا اما الدايفيرجنت موفمنت يحصل لي حاجتين، يا يديني نيو اوشانيك كراست يا اما نيو كونتيننتال كراست. حلو. يبقى الدايفيرجنت يا اما يطلع لي نيو كونتيننتال كراست او اوشانيك كراست. ايه اللي يحصل بعد كده؟ لازم تكون حافظ الاكزامبل. بالنسبه للنيو اوشانيك كراست بيتكون عندي مين؟ فورميشن اوف ريد سي ان افريكا، كون البحر الاحمر اهو. ماشي. طب وفي النيو كونتيننتال كراست كون مين بقى؟ افريكان جريت دريفت ايه فالي. ماشي. وادي مين؟ وادي الاخدود العظيم بتاع مين؟ في افريقيا. مهم جدا تعرف الاثنين دولت. يبقى مهم جدا تعرف ان الدايفيرجنت موفمنت بيديني نيو اوشانيك كراست ونيو كونتيننتال كراست. الاكزامبل مهم. في الاوشانيك ريد سي. طب ماشي. في الكونتيننتال افريكا جريت درافت ايه فالي. ماشي. عندي هنا بقى حاجتين مهمين جدا. ايه اللي حصل؟ هتقولي بص عندي تو جيف ريزون مهمين. لو انا لاحظت في الدايفيرجنت موفمنت طلع لي حاجه جديده ما كانتش موجوده او كانت موجوده مختفيه شويه. ايه هي؟ نيو اوشانيك كراست. تمام. طب وهنا كون لي حاجه ثانيه نيو كونتيننتال كراست، فكانها بنت لي حاجه. فساعات بنسمي الدايفيرجنت موفمنت كونستراكتيف موفمنت. يعني ايه بقى؟ اكسبلين الدايفيرجنت موفمنت اوف بليتلتس از كولد كونستراكتيف موفمنت. يعني ايه كونستراكتيف موفمنت؟ يعني حركه بناءه. يعني حركه بناءه بينتج نتيجه بناء جديد، حاجه جديده. ماشي. هتقول لي اهو الريزون بقى ايه؟ because it result in formation of new continental or crust oceanic crust. حلو. يبقى بسببها ايه اللي بيحصل؟ يا يتكون لي نيو كونتيننتال كراست او نيو اوشانيك كراست. طب جميل. سؤال تاني مهم جدا. ليه بنقول بقى على البحر ده بنقول عليه بحر احمر؟ ماشي. واي ذا ريد سي نيمد از. ده بنتيجه ايه بقى يا معلم؟ قال لك because the abundance of red algae. ماشي. عندي طحالب لونها احمر عايشه جواها. وكمان عندي بقى في ماونتن اللي موجوده في سينا لونها احمر، فبيحصل لها ريفليكشن مع اللايت، فبيبدا يظهر الريد سي بتاعي، بيبدا يظهر السي بتاعي لونه احمر. يبقى abundance of الالجي in it and reflection of color of the red mountain. ويحصل مين؟ ريفليكشن للكلر بتاع الماونتن اللي هو سينا يعني. تمام. ده دايفيرجنت موفمنت. تعال نخش بقى على اللي بعده الكونفرجنت موفمنت. الكونفرجنت موفمنت الاثنين بيقربوا من بعض. يبقى هتقول لي الديفينيشن بتاعها ذا موفمنت اوف تكتونيك بليتلتس. ماشي. عباره عن حركه البليتلتس بس ايه؟ towards each other، ان هم يقربوا من بعض. where one plate subduct under other، يعني واحد بينزل تحت التاني. ماشي. حلو. ده نتيجه ايه بقى؟ نتيجه ان انا ملاحظ الاقي ان التكتونيك بليتس بتاعتي بيكون تحتها الكونفكشن كارنت ماشي بالمنظر ده، ده جاي كده وده جاي كده، فاللي يحصل الاثنين يكونوا قريبين من بعض. بس عمليه الكونفكشن كارنت دي ما بيتحصلش الاثنين بنفس الفكره، لا ده واحد بيكون قبل الثاني، فاللي يحصل بيخلي بقى التكتونيك بليتس دي تنزل تحت الاولانيه. فده اللي حصل اهو. يبقى the descending convection current cause the tectonic plates boundaries to move towards each other which is a convergent movement. اللقطه اللي هيتقابلوا عندها ان هنا التكتونيك بليتس دي والتكتونيك بليتس دي لما واحده تنزل عكس الثانيه اهو، الحته اللي هيتقابلوا فيها دي بنسميها ايه؟ convergent boundaries. يبقى ايه بقى الكونفرجنت باوندريز؟ هتقول لي the area where the tectonic plates converge، الاريا اللي بيكون عندها التكتونيك بليتس بيحصل لها converge، يتقربوا من بعض. ماشي. نتيجه الحركه دي اللي بيحصل عندي ثلاث حاجات. يا اما بالمنظر ده عندي اوشانيك بليتلتس مع اوشانيك بليتلتس، فلما واحده تنزل فوق الثانيه فيكون عندي فولكانيك ايلاند. ماشي.
عندي ايه تاني بقى؟ يا اما يكون والله الاثنين يكونوا كونتيننتال بليتلت فالاثنين يقربوا من بعض، فواحده تنزل والثانيه تطلع فيها، فده يعمل لها هيمالاين ماونتن، يحصل جبال اهو. طب وبعدين يا اما بقى كونتيننتال مع اوشانيك اصلا فيكون مين بقى؟ الاندس ماونتن. ماشي، يبقى انا عايزك تخلي بالك هنا حاجتين مهمين جدا، ايه هما؟ ان الكونفرجنت موفمنت انا كان عندي تو كونتيننتال او تو ايه؟ تو كونتيننتال او تو اوشانيك. ماشي، وبعد كده يا واحده كونتيننتال مع واحده اوشانيك. يبقى تاني كده ايه الحركات اللي ممكن تحصل بس في الكونفرجنت موفمنت؟ ان انا كده كنت عارف ان انا عندي كونتيننتال بليت، ماشي، وعندي مين كمان؟ وعندي اوشانيك بليت. ايه اللي يحصل؟ يحصل بقى ثلاث حركات، او بمعنى صح ثلاث اشكال، ايه هما؟ كونتيننتال مع كونتيننتال، اوشانيك مع اوشانيك، كونتيننتال مع اوشانيك. حلو، يهمني تعرف ايه بقى؟ تعرف ان الكونتيننتال مع الكونتيننتال بيحصل عندي ايه؟ اوشانيك مع اوشانيك بيحصل عندي ايه؟ اوشانيك مع كونتيننتال بيحصل عندي ايه؟ مهم جدا جدا جدا. يبقى تعالى بقى اهو، يبقى اوشانيك مع اوشانيك ده بيديني مين؟ بيديني فولكانيك ايلاند. ماشي، زي مين بقى؟ زي الايلاند اللي حصلت فين؟ في الجبان في اليابان يعني. اوكي تمام. وبعد كده بقى كونتيننتال مع كونتيننتال اداني مين بقى؟ اداني الهيمالاين ماونتن. طب تمام. طب اوشانيك مع كونتيننتال اداني مين؟ الاندس ماونتن رينج. ماشي، عايزك بقى تفرق ما بين حاجتين الله يبارك لك. مين هم بقى؟ خلي بالك ما بينهم. مين هم بقى؟ ما بين هنا ان هنا طلع عندي ماونتن وهنا اندس ماونتن. فيقول لك بقى سؤال بقى يجيبه لك مهم جدا في الامتحان، ايه هو بقى؟ يقول لك والله قول لي السيميلاريتيز والديفرنس بين الهيمالاين والاندس. ايه السيميلاريتيز اصلا؟ الاثنين كونفرجنج موفمنت، ده كده سيميلاريتيز. ماشي، ايه بقى الديفرنس؟ ان الهيمالاين جاي من result from continental platelets with another continental platelets، ده كده ديفرنس. ماشي، واما بالنسبه لي بقى في الاندس عباره عن ايه؟ كونتيننتال مع اوشانيك، ده كده ديفرنس اهو. تمام. بالنسبه لدي والله كبيره اهو، الهاير بتاعها بيكون اكبر. طب الاندس لا والله صغير اهو. ماشي، يبقى تعالى نشوف بقى اسئله مهمه جدا جدا. What happen when an oceanic plate converge with continental plate؟ ايه اللي يحصل ما بينهم؟ هتقولي بص، انا كنت خدت في السلايد اللي هي بتاعت التكتونيك بليتس ان الاوشانيك هي كانت سن بس هاي دينستي. طب والكونتيننتال كانت سيك بس لو دينستي. طب انا عندي حاجه اسمها هاي دينستي اللي هي مين؟ الاوشانيك، وعندي بقى الكونتيننتال ودي ايه؟ لو دينستي. فاللي يحصل بقى اكيد الحاجه الدينستي هيحصل لها هتنزل تحت واللو دينستي هتطلع فوق. فاللي يحصل بقى يبقى الاقي الاوشانيك لاير لا نزلت تحت مين؟ تحت الكونتيننتال. يبقى اهو، يبقى الاوشانيك platelets which has greater density subduct pins the continental platelets which has a lower density. يبقى الاوشانيك هتنزل تحت الكونتيننتال. ماشي. السؤال التاني اللي احنا كنا بنقول عليه compare between الهيمالاين ماونتن والاندس ماونتن من حيث الاليفيشن، من حيث بقى الطول، بعد كده الاكستنشنز حسب الايه؟ الطول بتاعها. ففي طول كده اللي هو الاليفيشن الارتفاع بتاعها قصدي، وهنا اللينس اللي هو ايه؟ الطول بتاعها سواء بالمنظر ده. ماشي. بالنسبه للهيمالاين فبتكون هاير زي الاندس، فالبيك بتاعها اعلى، يعني انا الهيمالاين كده اما الاندس صغير. ماشي. طب بالنسبه بقى للهيمالاين بالمنظر ده اهو، اما الاندس بقى اللي هي طالعه بشكلها كده اهو. يعني اللينس بتاعها بيكون كده، اما ده يا دوبك حته صغيره. ماشي، فده الشكل بتاعه. يبقى ده البيك بتاعها كبير، ده البيك بتاعها صغير. يبقى دي اول حاجه. طب بالنسبه بقى لفكره الاكستنشنز، الاندس بيكون الرينج بتاعها بيكون لونجر زي الهيمالاين ايه؟ ماونتن رينج. جميل جدا الكلام ده. ماشي، تعال نخش بقى على ثالث موفمنت معانا وهي الترانسفورم موفمنت. ايه بقى الديفينيشن بتاع الترانس موفمنت؟ ان التكتونيك بليتس بتكون ايه؟ الموفمنت بتاعتها بتكون بارل مع بعضها. ماشي، يبقى horizontal movement of tectonic platelets that are parallel to each other بالمنظر ده، واحد رايح كده والتاني جاي كده. طب جميل جدا. وبقى لك في التايب ده بيكون التو بليتس موف along boundaries between them، يعني الباوندريز بتاعت اهو الترانسفور هما الاثنين بيكونوا ماشيين عكس بعض بالمنظر ده اهو، بس الشكل بتاعي بيكون بارلل. ماشي. ترانسفور موفمنت زي بقى احنا مش هنقول بقى الترانسفور موفمنت دي اللي هو يقصد بقى مين بقى؟ اللي هي الباوندري. ماشي. the area where the tectonic plates move parallel to each other. ماشي يا عم. قال لك بقى نتيجة الترانسفورم ده بيحصل عند حاجة اسمها سان اندرس فولت. ماشي، ده بيكون عبارة عن خط كبير قوي كده، نتيجة ان ده جاي كده وده جاي كده عكس بعض، واحد راح في عكس التاني اهو. ماشي، يبقى ترانسفورم موفمنت اوف تكتونيك بليتس result of long
فولتس اللي هي فولتس لاين، زي مين؟ زي سان اندريس فولت. ماشي يا عم، جميل جدا. يبقى انا فهمت الاكزامبل ده بتاع الترانسفورم موفمنت. يبقى انا كده محتاج مهم جدا 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 ان انت تكون فاهم ايه اللي يحصل سواء في الدايفرجنت او حتى كمان في الكونفرجنت او حتى الترانسفورم موفمنت. مهم تعرف ايه اللي بيحصل فيها، والاكزامبل مهمه جدا جدا جدا. ادي بقى نعمل تيبل مهم جدا مجمع كل الحاجات اهو: الدايفرجنت موفمنت، كونفرجنت موفمنت، والترانسفورم موفمنت. ماشي. ايه السبب بتاع ده؟ اوكي، نتيجه الابورد كونفكشن كرنت. نتيجه الكونفكشن كرنت بتكون ابورد تحت. طب والكونفرجنات هتقول لي والله هتكون داونورد اهو، يبقى اوكي ديو تو ذا داونورد كونفكشن كرنت. ماشي. طب الترانسفورم ما فيهاش اي ايه كونفكشن كرنت اهو، doesn't occur due to convection current. هي عباره عن ايه؟ واحده رايحه كده والثانيه عكسها، مفيش مشكله. ايه تاني؟ البليتلتس موف اواي فروم اتش اذر. البليتلتس بتبعد عن بعضها. طب الكونفرجنات لا والله توردز ايه؟ تو اتش اذر. يبقى البليتلتس موف توردز اتش اذر. ماشي. طب بالنسبه للترانسفورم بتكون ايه؟ بارلل اهو. يبقى ذا بليتلتس موف ايه؟ بارلل تو اتش اذر. ماشي. البليتلتس موف along الدايفرجنات باوندريز. ماشي، مفيش مشكله. يبقى الثانيه هتكون بليتلتس موف ايه؟ along مين؟ الكونفرجنات باوندريز. طب والترانسفورم نفس الكلام، بليتلتس موفينج along مين؟ ترانسفورم باوندريز. طب الدايفرجنات موفمنت اللي بيطلع من النتيج منها يا نيو اوشانيك يا اما نيو كونتيننتال. ماشي. طب الكونفرجنات موفمنت اللي يحصل؟ تقول والله ممكن يحصل بقى يا اما فولكانيك ايلاند او ماونتن رينج. ماشي. طب والترانسفورم موفمنت لونج ايه؟ فولز. ماشي. كده خلصنا ال 3 ايه؟ ال 3 تكتونيك موفمنت. تعال نخش بقى على الارثكويك. عندي بقى ثلاث حاجات مهمين جدا: الارثكويك والفولكانوز والميترويدز. تعال نتكلم على الارثكويك. ايه بقى الديفينيشن بتاع الارثكويك؟ هتقول لي انا سمعت جدا جدا في الارثكويك ان هو بيكون عباره عن الارض بتتهز جدا. هو ده الديفينيشن اصلا يبقى ذا رابيد سكسيسيف ناتشورال ترومرز ذات اوكير ايه؟ ايرث كراست. دي بتكون عباره عن هزات ارضيه جامده جدا وسريعه ورا بعضها. ماشي. حلو. بتحصل ازاي؟ الايرثكويك ده بيحصل ازاي؟ قال لك بص، الايرثكويك بيحصل نتيجه الثري تكتونيك موفمنت. بسبب مين؟ الثري تكتونيك موفمنت. ايوه، مين بقى؟ سواء الكونفرجنات او الدايفرجنات او حتى كمان الترانسفورم. يبقى الريزون الاولاني ذا 3 موفمنت اوف تكتونيك بليتلتس، بسبب الحركه في مين؟ في الثري تكتونيك بليتلتس. وايه اللي يحصل بعدها؟ فنتيجه الحركه دي اللي بيحصل ستورج اوف انامرس اماونت اوف انرجي ان ذا روك. الروك بتاعتي لما يحصل فيها ال 3 تكتونيك بليتلتس اللي بيحصل بتخزن انرجي جواها، بتخزن طاقه جواها. اللي يحصل بقى لما الروكس دي تبدا تتكسر، ايه اللي يحصل؟ الطاقه اللي كانت مخزناها تبدا تطلع، فتطلع في صوره ايه؟ الارض تتهز. when the rocks break the energy is result as boundaries of the platelets. بتبدا تطلع مين؟ الانرجي عند الباوندز بتاعت البليتلتس، وده بيؤدي الى بقى ايه؟ forming what's known as a tectonic earthquake لغايه ما يحصل هزات ارضيه. طب تمام. ايه بقى الايفكت بتاع الايرثكويك اصلا، سواء على الارث او حتى كمان على الهيومن او حتى كمان على الانفايرمنت؟ فتعالى نشوف ده وده وده. ماشي. قال لك the rule of strong earthquake in changing الارث ايه؟ surface. ايه بقى التاثير اللي ممكن يحصل لو كان عندي ايرثكويك كان جامد جدا؟ رقم واحد، ان هو ممكن اول حاجه ان هو emergency او submergency of some island and coast، اللي هو ايه بقى؟ يخفي لي بعض الجزر، ومش بس كده السواحل اصلا. طب تاني حاجه لاند سلايدز ولاند سليب. ماشي. انزلاقات في الارض بتاعتي. وبعد كده فورميشن اوف ايرث كراكس، يحصل تشققات في الارض. واخر حاجه يحصل تسونامي. ماشي. ده بيحصل فين؟ ده بيحصل نتيجه الايرثكويك. طب اللوزز بقى اللي resulting from occurrence of strong earthquake. ايه الخسائر اللي ممكن تحصل لو حصل earthquake ناشف جدا او عنيف جدا؟ اول حاجه بالنسبه للخسائر اللي ممكن تحصل كهيومن مثلا. ماشي. او ماتيريال لوزز. ماشي. بس قال لك في هنا حته صغيره، ايه هي؟ ان الايرثكويك مش دايما بيكون سترونج، ممكن يكون ويك، بس احنا كهيومن ما نقدرش نحس بيه. بس يبقى كده معناه ايه؟ ان الايرثكويك بتاعي اكيد هيختلف فين؟ في الانتنسيتي بتاعته. يبقى الايرثكويك بتاعتي ممكن يكون عنيف جدا سترونج، او ممكن يكون ويك. حلو. لو هو ويك ممكن احنا ما نحسش بيه. طب لو سترونج بقى ممكن يؤدي لخسائر ايه؟ خسائر سواء كان في البشر الهيومن او حتى كمان في الماتيريال او حتى كمان الحاجات اللي احنا بنكون موجوده. طب في الهيومن ازاي؟ والله ان احنا ممكن نتصاب، البيت وقع فايه اللي حصل؟ اتعورت فكده انجز. او ايه اللي حصل؟ البيت وقع كله اصلا ومفيش مكان، هنموت خلاص شكرا. طب ايه بقى الماتيريال لوزز؟ ديستركشن اوف الفاسيلتيز اند انفراستراكشر. يعني الكلام ده كله يعني بمعنى صح كده حصل
ايرث كويك جامد جدا جدا جدا، فكسر الايه، كسر المباني. مش بس كده، البنيه التحتيه، الارض تحت ماشي فيها مواسير ميه، فالمواسير دي اتكسرت، فايه اللي حصل؟ الميه طلعت غرقت الارض جدا. ماشي، وايه اللي حصل؟ المباني وقعت على بعضها. ولو في بريدج عندي، في كوبري اتكسر فوقف لي الطريق، كل الكلام ده كله ايه؟ بوظ الدنيا خالص. ده نتيجه مين؟ الايرث كويك. تعالى بعد كده بالنسبه بقى للفولكانوز. الفولكانوز قال لك ايه بقى؟ الفولكانوز احنا عارفين بيكون عندي ماونتين كده بالمنظر ده، وبيكون هنا عندي فتحه، وبعد كده بيجي يطلع المولتن روك اللي هو بيكون الماجما، ولما يطلع بره وينشف بنسميه لافا. ده الفولكانوز. يبقى الفولكانوز ده بيحصل ازاي؟ ان نتيجه ان بيكون في فنت اللي هي ايه؟ فتحات بتحصل فين؟ جوه الارض، ويخرج منها مين؟ المولتن روك. يبقى الديفينيشن بتاعت الفولكانوز دي ار فينتس ان الايرث كراست، عباره عن فتحات بتحصل في ايرث كراست بتقلقوا مين؟ المولتن روك اند ترابد جاز تو اسكيب فروم ايه؟ تو ايرث سيرفيس. ماشي. ازاي بقى بيحصل الفولكانو؟ خلي بالك بقى، الايرث كويك كان نتيجه 3 ايه؟ تكتونيك بليتس موفمنت. طب بالنسبه للفولكانو بيحصل نتيجه حاجتين، ايه هما بقى؟ يا اما والله نتيجه الدايفرجنيت موفمنت، ان هنا الاثنين بيبعدوا عن بعض للتكتونيك بليتلتس، فده بيكريت سبيس. ليه بقى؟ اهو ما انا الاثنين دول كانوا هنا اهو، ده راح الناحيه دي وده راح الناحيه دي، فساب فتحه هنا اهو، فكريت سبيس اهو بتوين ايزم. فايه اللي حصل؟ الماجما تبدا تطلع اهو. يبقى ده نتيجه الدايفرجنيت موفمنت. طب ايه تاني بقى يا معلم؟ ممكن بقى نتيجه الكونفرجنيت موفمنت في التكتونيك بليتلتس. ايه اللي يحصل؟ والله الاثنين قربوا من بعض، فلما قربوا من بعض بالمنظر ده ايه اللي حصل؟ اهو ده قرب من ده، قرب من ده، فبدا يطلع حته هنا اهو. فلما قربوا من بعض الماجما اللي يحصل او المولتن روك هيبدا يعدي مين؟ من الحته دي اهو. يبقى الكونفرجنيت موفمنت اوف التكتونيك بليتلتس led to melting of rock. مالها بقى؟ causing them to rise to surface through cracks. تبدا بقى تطلع، من قربت الاثنين ببعض فده طلع كده اهو، فالمولتن روك ايه؟ تبدا تطلع، تروح جاي كسر الكراك اللي حصل ده، وتبدا هي تطلع تكون مين؟ فولكانو. ماشي. ايه بقى الرول اوف الفولكانو تشينجنج الارث؟ ايه بقى التاثير اللي ممكن الفولكانو ممكن يحصل؟ ومين اللوز اللي ممكن تحصل اصلا من الفولكانو؟ قال لك فورميشن اوف الفولكانيك ماونتن. ومهم جدا 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 تحفظ الاكزامبل هنا. زي مين؟ حارات رهط فين؟ في الماونتنز. حارات رهط ده بيكون ايه؟ عباره عن جبال موجوده فين؟ في السعوديه. ايه تاني بقى؟ فورميشن اوف الفلات بلينز اند بليتلتس. ماشي، بيحصل عندي هضاب اهو. وايه تاني بقى؟ كفرنج الفالي والريفرز، ممكن تغطي على مين؟ على القرى وكمان الانهار. مش بس كده، كمان فولكانيك ايلاند زي مين؟ زي هوان ايلاند. ماشي، مهم جدا تعرف الفولكانيك ماونتن والفولكانيك ايلاند، مهم جدا 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 تحفظ الاثنين دول. طب بالنسبه بقى للوزز اللي ممكن تحصل، هتقول لي خلاص انا ممكن اخسر خسائر بشريه او انفايرمنت. ماشي. بالنسبه للهيومن هتقول لي ديو تو انهاليشن اوف توكسيك جاز او الفولكانيك اش. ماشي، الضباب اللي جاي من الفولكانيك او التوكسيك جاز اللي طالعه منين؟ من الفولكانيك. طب وبالنسبه للانفايرمنتال بقى، والله ممكن تغطي على السيتيز، فولكانيك اش، disappearance وان اديشن ان اير ووتر بوليوشن، تلوث للميه والهواء، وفورميشن اوف اسيد رين، يحصل امطار حمضيه اللي هي ممكن تبوظ لي المباني بتاعتي بعد كده. بالنسبه بقى للميترويدز قال لك عباره عن روك ماسز، عباره عن صخور كبيره جدا بنتريت الارث اتموسفير اند فول تو ذا جراوند. يعني لو تخيلت الارث بتاعتي ايه؟ عندي الاتموسفيريك لاير بتاعتي اهو، وانا عندي السبيس، هيبدا منها يقع مين؟ الميترويدز، لغايه ما توصل لمين؟ للارث بتاعتي. فلما تنزل الارث تعمل كوره كبيره جدا اهو. بس كده. ماشي. عندي مين بقى؟ تو اكزامبل مهمه جدا. الاريزونا، ودي موجوده في اليونايتد ستيت. عندي بعد كده ماونت الكمال، وده حصل فين؟ في الويسترن ديزرت. في مين بقى؟ في محافظه الوادي الجديد. مهم جدا تكون حافظ الاثنين دولت. ماشي. وقال لك مش بس كده، ده الساينتست اعتقدوا ان الميترويدز دي كانت سبب جدا جدا ان ايه اللي يحصل؟ ان الديناصور قبل ما يجي الانسان يكون انقرضت بسبب مين؟ الميترويدز. ماشي. طب بما ان انا شايف ان الميترويدز ممكن يكون خطر عليا، جت ناسا عملت ايه؟ عملت سيستم مهم جدا، جابت رادار وسميته ايه؟ دارت. ماشي. هدف الرادار ده ايه بقى؟ ان لما يحس ان في دلوقتي في مترويدز اخترق الاتموسفيريك لاير بتاعتي، يبدا يغير في المسار بتاعه. يبقى الفانكشن بتاعت الدارت ايه؟ it changes the mean the orbit of المترويدز. طب ليه بقى؟ عشان to protect الارث from المترويدز collisions، ان هو يبدا يحافظ على التصادم اللي ممكن يحصل من المترويدز على الارض، فابدا احفظ الارض بتاعتي او اعمل بروتكت الارض بتاعتي منين؟ من تصادم مين؟ المترويدز على الارض بتاعتي. وبكده نكون خلصنا ليسون 1 في يونت 4. ان شاء الله هنكمل ليسون 2 في يونت 4. تعال نكمل بقى ان شاء الله في ليسون 2 ليونت 4، وهنتكلم بقى على ليسون 2 بيتكلم على الفورميشن اوف المينرالز اند سويل.
يعني تكوين المعادن وكمان السويل. ماشي، تعال نفهم القصه بتاعت الفورميشن بتاعت المينرال. قال لك بص، الجيولوجيكال بروسيس، العمليات اللي حصلت في الارض اللي هي العمليات الجيولوجيه، كان ليها دور مهم جدا 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 في الفورميشن بتاعت المينرال. بلس ان كان في بعض البروسيس الثانيه زي الويزرنج والايروجن كان ليها دور مهم جدا اللي حصلت في الروك ان هي تكون لي مين؟ الفورميشن اوف السويل. فانا دلوقتي محتاج اعرف حاجتين، محتاج اعرف الديفينيشن بتاعت الويزرنج، محتاج اعرف الديفينيشن بتاعت الايروجن. ايه الديفينيشن بتاعت الويزرنج؟ الويزرنج قال لك والله هي عباره عن process of breaking and fragmenting the rock. هو عمليه تكسير وتفتيت. تفتيت مين؟ الروكس اللي هو مين؟ الصخور. يبقى الويزرنج هي عمليه تفتيت، البريكنج والفريجمنتنج الروك. ده عن طريق مين بقى؟ عن طريق حاجتين، يا اما الميكانيكال او الكيميكال ميثودز. ماشي. اما عمليه الايروجن، عمليه الايروجن هي عباره عن بروسيس اوف ترانسبورتنج، هي عمليه نقل ترانسبورتنج مين بقى؟ الروك فراجمنتس اللي هو مين؟ الفتات اللي اتكون منين؟ من الروك اللي جاي نتيجه مين؟ عمليه الويزرنج. بعد ما تعملهم تنقلهم فين بقى؟ away from the area where they were originally found. يعني ايه الكلام ده كله؟ يعني انا في الاول انا كان عندي مجموعه روكس اهي، هيجي يحصل فيها عمليه ويزرنج، فايه اللي يحصل؟ هعمل بريكنج وفراجمنتنج مين؟ للروكس دي. دي كده عمليه ويزرنج. الكلام ده بيحصل عن طريق مين؟ يا اما عن طريق الميكانيكال يا اما عن طريق الكيميكال ميثودز، وهنعرف بعد شويه ايه الميكانيكال وايه الكيميكال ميثودز. حلو. بعد ما فتت الروك دي ايه اللي هيحصل؟ هيحصل لها عمليه الايروجن. ايه عمليه الايروجن؟ هي عباره عن بروسيس اوف ترانسبورتنج، نقل مين؟ الروك فراجمنتس اللي اتكون عندي دي، الفتات اللي اتكون عندها اللي جايه منين؟ من عمليه الويزرنج. هنقلها لفين؟ لمكان تاني على عكس المكان اللي موجود فيها اللي هو مين؟ الايروجن ده. يبقى في فرق ما بين الويزرنج وفي فرق ما بين الايروجن. يبقى لازم يحصل اول حاجه عند مين؟ لازم يحصل اول حاجه بالنسبه لي هي الويزرنج، وتاني حاجه تحصل الايروجن. طب انا عايز اعرف مين الميكانيكال ويزرنج دي؟ قال لك عندنا اربع حاجات. اول حاجه مين؟ اول حاجه عند الويند اللي هو الرياح. تاني حاجه الراننج ووتر، الميه اللي بتجري. يعني ايه الكلام ده كله؟ يعني انا لو جيت عندي شويه هواء من هنا هيبدا يكسر لي الروك. ولو راننج ووتر او الميه لما تيجي تنزل زي كده هتبدا برضو تكسر لي الروك. ماشي. وبعدين الديفرنس ان تمبريتشر، يعني الاختلاف في درجه الحراره. بمعنى لو افترض ان الروك دي كان حابسه شويه ميه جوه، لو احنا في فصل الوينتر مثلا ايه اللي هيحصل؟ التمبريتشر هتقل، فالميه جوه هتتجمد، هيحصل لها فريزنج، هيحصل لها اكسباند. طب جينا في فصل السمر التمبريتشر هتزيد، ايه اللي يحصل؟ هيبدا الميه دي جوه تدوب، فايه اللي حصل؟ الكميه بتاعت الوتر هتبدا تنكمش شويه، فايه اللي هيحصل؟ هيبقى في شويه فراغ، فالروك تبقى سهله من جوه ان هي تتكسر. ماشي. وعندنا الجروث اوف البلانت روتس وزين ايه؟ الروك. يعني الكلام ده بيكون عندي صخره كده وممكن يكون الروتس بتاعت البلانت عايزه تكبر فتبدا تكسر شويه حاجات جوه الروك، وبالنسبه لي تكون الروك بالنسبه لي سهل ان هي تتكسر. يبقى ده احنا فهمنا عمليه الوسن، فهمنا عمليه الايروجن. تعال نخش بقى على فكره المينرال. ايه هو المينرال؟ قال لك المينرال هو عباره عن سوليد ان اورجانيك سبستانس. يبقى اول حاجه لازم اكون عارفها عن المينرال ان هو لازم يكون سوليد ان اورجانيك سبستانس. ماشي. وهل بس كده؟ لا، عنده تو كونديشن مهمين جدا. اول حاجه ان يكون ليها كريستالاين ستراكشر، وتاني حاجه سبيسيفيك كيميكال كومبوزيشن. يبقى اول حاجه في المينرال ان انت لازم يا عم المينرال لازم تكون سوليد ان اورجانيك. ماشي. حلو. وبعد كده يكون عندك حاجتين، كريستالاين ستراكشر وسبيسيفيك كيميكال كومبوزيشن. ودي من ضمن الحاجات الاشكال اللي هي ممكن يكون لها كريستال فورم في ايه؟ المينرال. طب تمام. المينرال بتاعي ممكن يكون في صوره ايه؟ يا اما يكون في صوره اليمنت زي مين؟ زي السلفر اهو. فلما اجي ابص على السلفر اهو، السلفر بالمناسبه بيكون ليه يلو كلر، بيكون لونه اصفر. ماشي. وادي الكريستالاين بتاع مين؟ بتاع السلفر. يبقى انا المينرال بتاعي ممكن يكون في صوره اليمنت، او ان هو يكون في صوره مين؟ او ممكن يكون في صوره كومباوند. زي مين بقى؟ عندي الحديد بتاعي، الايرن بتاعي. ايوه، الايرن ده بيكون موجود في صوره اور. يعني ايه اور؟ بيكون معاه شويه حديد وحواليها شويه امبيورتيز. حلو. الامبيورتيز دي بتكون منين؟ موجوده من الاكسجين، فبيتكون عندي حاجه اسمها ايرن 2 اوكسايد. الايرن 2 اوكسايد لما اجي ابص على الروك اللي فيها الايرن مع الاوكسايد بيكون لونها احمر، ولون احمر ده بنسميه هيما. فلما يكون معايا ايرن 3 اوكسايد بنقول عليها هيماتايد. يعني ايه هيماتايد؟ هيماتايد ده يعني الاور بتاعت الايرن اوكسايد. الهيم ده جاي منين؟ نتيجه اللون الاحمر بتاعت الايرن اوكسايد، فعشان كده بنقول عليها هيماتايد. يبقى ايه هي الهيماتايد؟ هي الايرن 3 اوكسايد. يبقى ده اسم بالنسبه لمين؟ للايرن. يبقى المينرال بتاعي ممكن يكون في صوره اليمنت او في صوره كومباوند زي ما احنا شايفين ايرن 3 اوكسايد.
ماشي، وده موجود فين؟ في الايسترن ديزرت اوف ايجيبت، في الصحراء الشرقيه من مصر. ماشي. تعالى بقى نخش على الجزء اللي بعد كده، سؤالين مهمين جدا. السؤال الاولاني يقول لك why التيبل سولت considered a mineral unlike التيبل شوجر. ليه بقول على الملح ان هو مينرال، وليه بقول على التيبل شوجر مش مينرال؟ اكيد في حاجه مهمه جدا، اكيد في كونديشن اتوفرت في التيبل سولت، في كونديشن ثانيه ما اتوفرتش في التيبل سولت. الكونديشن اللي احنا اتفقنا عليها لازم تكون في المينرال، ان هي لازم تكون ان اورجانيك سبستانس، وبعد كده يكون ليها كريستالاين شيب او كريستالاين ستراكشر وكيميكال كومبوزيشن. طب التيبل شوجر، اكيد التيبل شوجر في شرط من دولت مش موجود عندهم، فقال لك اهو يبقى الجلوكوز ذا تيبل سولت اللي هو الصوديوم كلورايد بالنسبه لي هو عباره عن ان اورجانيك سبستانس. حلو، الشرط الاولاني اتوجد اهو. وكمان ويز سبيسيفيك كريستالاين ستراكشر، ليها كريستالاين ستراكشر معروف، مش بس كده كيميكال كومبوزيشن. يبقى انا قلت لحضرتك ليه السؤال ده، ليه قلت لحضرتك ان التيبل سولت هو مينرال، وبعد كده هبدا افسر هو ليه التيبل شوجر مش مينرال. قال لك عشان التيبل شوجر بقى از اورجانيك سبستانس. يعني اورجانيك سبستانس يعني جاي من ليفنج اورجانيزم، يبقى سبستانس ديريفيتد فروم ليفنج اورجانيزم. ماشي، ديريفيتد فروم ايه؟ ليفنج اورجانيزم. طب تمام، كده انا عرفت مين؟ كده انا عرفت ليه التيبل سولت بقول عليه مينرال، وليه بقول على التيبل شوجر ان هو مش مينرال. تمام. السؤال الثاني بيقول لك ان الكربوهيدرات ار ناتشورال سبستانس، هي عباره عن مواد طبيعيه with specific chemical composition. يا ترى بقى الكربوهيدرات بقى considered mineral ولا لا؟ هتقول لي زي ما احنا اتفقنا ايه الكونديشنز بتاعت منها، ان هي لازم تكون ان اورجانيك سبستانس. يا ترى بقى الكربوهيدرات دي بقى على الرغم ان هي ليها specific chemical composition، هل كده ممكن اعتبرها ان هي mineral؟ هتقول لي لا، ليه؟ عشان هي مش اورجانيك سبستانس. يبقى تقول لي they are not considered mineral، انا مش بعتبرها ان هي mineral. ليه بقى؟ عشان they are organic substance، عشان هم organic substance derivative from مين؟ الليفينج اورجانيزم. تمام. زي مين؟ زي الكان شوجر مثلا. تعال بقى نتكلم على البروبرتيز اوف المينرال. قال لك بالنسبه للبروبرتيز بتاعت المينرال ان السبيسيفيك كيميكال كومبوزيشن بتاعت المينرال هي اللي بتكون مسؤوله ان هي تديها الكريستالين ستراكشر بتاعها. بمعنى يعني مثلا لو انا جبت ال NaCl ده بتاعت التيبل سولت ده بالنسبه لي مينرال، هلاقي ايه اللي حصل؟ ال N ده بيكون بوزيتيف، ال Cl ده نيجاتيف. فلما الاقي الترتيب بتاعهم جوه الكريستالين بتاعه، فالاقي مثلا والله Na هنا بوزيتيف، يجي بعد منه هنا Cl نيجاتيف، وبعد كده يجي هنا بعد كده Na بوزيتيف، بعد كده هنا Cl نيجاتيف، بعد كده هنا Na بوزيتيف، بعد كده Cl نيجاتيف، بعد كده هنا ايه اللي يحصل؟ Na بوزيتيف. فلاقي بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف. فانت عارف ما بين بوزيتيف وبين نيجاتيف بيكون في اتراكشن جامده جدا جدا، فيكون التيبل سولت بتاعتي ناشف جدا. فيبقى اذا السبيسيفيك كيميكال السبيسيفيك، ففاهم كده ان السبيسيفيك كيميكال كومبوزيشن وفي المينرال هي اللي بتكون مسؤوله انها تديها ديفينيت ايه؟ كريستالين ستراكشر. ماشي. وبعرف الكلام ده منين بقى؟ عن طريق المودرن ايكويبمنتس بتاعتي، اللي هي بقى اللي انا بجيب دلوقتي شويه معدات حديثه هي اللي بتقدر تعرفني الكلام ده كله. تمام. طب هل بس شرط ان انا اعرف الكلام ده كله عن طريق الكيميكال كومبوزيشن عشان اعرف الكريستالين ستراكشر، عشان اعرف افرق ما بين المينرال؟ لا. قال لك والله ده في بقى فيزيكال بروبرتيز ثانيه بقدر افرق ما بين ايه؟ المينرال وبعضها. زي مين؟ زي الكالر. ماشي. ايه تاني؟ زي الليستر اللي هو الشايننج. ماشي. ايه كمان؟ الترانسبيرنسي. ماشي. الكالر اللي هو اللون، الليستر اللي هو اللمعان، الترانسبيرنس الشفافيه. طب ما تعالى ناخد دلوقتي فكره الكالر. قال لك الكالر ممكن يكون الميتال بتاعي ليه كالر معين ديفينيت كالر، او ممكن يكون ليه اكتر من كالر. فتعالى نعمل بقى نشوف مين الديفينيت كالر ومين اللي ايه ليها اكتر من كالر. قال لك بالنسبه لي هيبقى ديفينيت كالر، وعندي جزء تاني تشينجنج الكالر، بيبدا الوانها مختلفه، يبقى ممكن ميتال واحد بس عنده اكتر من دول. طب مين اللي ليه ديفينيت كالر؟ قال لك السلفر. السلفر ده بيكون لونه اصفر يلو. طب مين اللي تشينجنج كلر؟ قال لي عندي حاجتين، عندي فايولوت كوارتز وعندي بينك كوارتز. ده بيكون لونه فايولوت وده ليه بينك كوارتز. فاكيد هيجي سؤال دلوقتي في دماغك، يا ترى هو ليه الفايولوت لونه، ليه الكوارتز ليه فايولوت كلر وليه الكوارتز ليه بينك كلر؟ اكيد في حاجه. قال لك والله عشان الكوارتز بيكون مع الكوارتز بيكون في شويه امبيورتيز، والامبيورتيز دي لما بيجي اللايت عليها بيبدا يغير من الوانها. فيبقى يجيب لك سؤال اهو، some mineral are characterized by multiply colors. ليه بعض المينرال بتكون مميزه ان يكون لها اكتر من كذا لون؟ هتقول لي due to the difference in type of impurities they contain، بسبب الاختلاف او الديفرنس اللي موجود في التايب اوف الامبيورتيز اللي موجود فيها. ماشي.
على بعد كده الجزء الثاني هو فكره ايه؟ الليستر. ماشي، قال لك الليستر والله هو ده عمليه ايه؟ اللمعان اللي بيحصل ده نتيجه ايه بقى؟ نتيجه الريفليكشن اوف اللايت اون ذا سيرفيس اوف سيرتن ايه؟ مينرال. ان بيحصل عمليه ريفليكشن لللايت اللي بيقع على السيرفيس بتاعي ويبدا ينقل لي لمعه كده اهو. زي مين بقى؟ مين عندي حاجه اسمها الجلينه. الجلينه دي كان الناس اللي هي زمان اللي هي الانشنت ايجيبشن كانوا بيستخدموا الجلينه دي ككحل عشان يعملوا ايه؟ الايلاينر. ماشي يا عم، او الايه؟ ميك اب ده. زي مين بقى اللي احنا بنسمي الجلينه ده؟ اللي احنا بنسميه كده الكحل. يبقى gives the shiny appearance similar to ايه؟ some metal. ماشي يا عم، ده الليستر. يبقى انا عندي الكلر وعندي مين؟ الليستر. لسه اخر حاجه معايا هي الترانسبيرنسي. الترانسبيرنسي الشفافيه. يعني ايه الشفافيه؟ يا اما والله السبستنس بتاعتي تكون اوبيك، يعني ما تقدرش ان هي تعدي اللايت، او السبستنس بتاعتي تكون ترانسلوسنت. يعني ايه ترانسلوسنت؟ تبقى شفافه، يعني دوبك تعدي شويه حاجات تقدر تشوفها من وراها بس ما تبقاش مجمع الشكل قوي. يا اما تكون ترانسبيرنت خالص فتقدر تشوف الحاجه من وراها. ماشي. يبقى المينرال كان distinguish from another by ايه؟ by their transparency. ماشي، فبالتالي اقسم المينرال بتاعتي لكام حاجه؟ 3 حاجات. يا اما اوبيك ودي تكون ترانسبيرنت، نون ترانسبيرنت يعني نون ترانسبيرنت يعني مش شفافه، او ترانسلوسنت يعني سيمي ترانسبيرنت، او اخر حاجه بتكون ترانسبيرنت اللي هي بتكون شفافه. تعال ناخد بقى الديفينيشن بتاع ده وبتاع ده وبتاع ده. ماشي. بالنسبه للاوبيك قال لك light doesn't pass through them، ان اللايت ما بيقدرش يعدي من خلالها، فبالتالي الاوبجكت كانت بي سين ثرو them. بمعنى يعني لو جبت لك ايديا كده، هل انت شايف حاجه من ايديا؟ لا، يبقى ده اوبيك. ماشي. عندي الترانسلوسنت ده بيكون لايت بس ثرو ايه؟ زم بس ليميتد اكسنت، يعني شويه لايت يقدر يعدوا ايه؟ بسيطه، وبالتالي بقدر اشوف الاوبجكت من خلالها بس بايه؟ انكليرلي، مش بشوفها بشكل واضح. عندي بعد كده الترانسبيرنت اللي بيحصل ان اللايت باس ثرو زم، اللايت بيعدي من خلالها وبالتالي اقدر اشوف ايه؟ الاوبجكت من خلالها. فانا محتاج بقى بعد ما عرفت الاوبيك والترانسلوسنت والترانسبيرنت، عرفت الديفينيشن، محتاج اكون عارف الاكزامبل مهم جدا. الاوبيك زي مين؟ زي التلج. طب بالنسبه للترانسلوسنت قال لك المايك، وبالنسبه للترانسبيرنت قال لك الكوارتز. يبقى انا الكوارتز خدت منه كام حاجه؟ 3 اهو. مره كان فايلوت ومره كان بينك ودلوقتي خدت ان هو ايه؟ ترانسبيرنت اهو. ماشي. يبقى احنا كده فهمنا الفرق من الكالر والليستر ومين؟ والترانسبيرنس. تعال ندخل بقى على سؤال مهم جدا، يقول لك وات از ذا موليكولار فورمولا اوف تيبل سولت. قول لي الموليكولار فورمولا بتاع تيبل سولت اند وات از ذا مينرال فورم ان ويتش اتس فاوند. وقول لي المينرال اللي موجود جواه. قلت له خلاص، هو التيبل سولت ده مين؟ ده صوديوم كلورايد. يبقى اهو، يبقى الصوديوم كلورايد الموليكولار فورمولا بتاعته الصوديوم كلورايد اللي هو NaCl. ماشي. and it's found in nature in form of halite mineral. يبقى انا مهم جدا جدا لازم اكون عارف الكلام ده كله. الهالايت، وادي ده شكل NaCl، دي الكريستالاين بتاعته، وادي الهالايت كريستال بتاعتي. ماشي. السؤال الثاني بيقول لك why opal is described as mineraloid. ليه بقى اقول ان الاوبال mineraloid despite having a specific chemical composition and luster. هو ليه بيقول على الاوبال هو mineraloid يعني شبه مينرال، على الرغم ان هو في chemical composition وليستر، while halite is described as a mineral. على عكس ان انا بقول ان الهالايت ايه؟ is mineral. هتقول لي الريزون بتاعتي ايه؟ ادي ده شكل الاوبال مبدئيا اهو. هتقول لي والله بالمعنى ده ان بيكوز الاوبال is not ايه؟ كريستالاين، ان الاوبال ملوش شكل كريستالاين، على عكس مين؟ على عكس المينرال هالايت. ماشي. زي ما احنا اتفقنا ان المينرال بالنسبه لي هو لازم يكون 3 حاجات: ان اورجانيك وكريستالاين كومبوزيشن، لازم يكون كلير كريستالاين ستراكشر وكيميكال كومبوزيشن. ماشي. ده سؤال هسيبه لك اهو، تقدر تاخد السؤال ده سكرين شوت وتجاوب الاسئله دي وتبعتها في الكومنتس. ماشي. هنخش بقى على جزء تاني وهو الفورميشن اوف المينرال ان نيتشر. ازاي بقى بيتكون المينرال جوه النيتشر؟ قال لك المينرال بيتكون عن طريق حاجتين: يا اما عن طريق حاجه اسمها الماجما سوليديفيكيشن، يعني الماجما بتاعتي تتجمد تبقى سوليديفيكيشن، تتصلب يعني تحول لسوليد، او كريستاليزيشن اوف سوليوشن فروم هيدروثيرمال فينتس. ماشي، ان يحصل عندي حاجه اسمها عمليه كريستاليزيشن، يتكون عندي كريستال من السوليوشن بتاعي. حلو. وده بيكون ريزون ليه؟ تكوين المينرال. يبقى لك المينرال ار فورمد ان نيتشر فروم سيفرال سورسز. المينرال بتتكون في الطبيعه من حاجات كتيره جدا. احنا عندنا حاجتين: الماجما سوليديفيكيشن والكريستاليزيشن اوف السوليوشن. فتعال نبدا باول واحده وهنا نتكلم على الماجما سوليديفيكيشن. ايه اللي بيحصل في الماجما سوليديفيكيشن؟ قال لك ان الموست اوف المينرال، معظم المينرال اللي اتكونت من الارث كراست اور فورمد از ريزلت اوف ماجما سوليديفيكيشن. يبقى المينرال اللي كونت الارث كراست كانت جايه منين؟ من الماجما سوليديفيكيشن. طب هو يعني ايه سوليديفيكيشن؟
يعني كانت المينرال بتاعتي كانت هي اصلا موجوده في المولتن روك في حاله الليكويد ستيت، بعد كده تبدا تتحول ايه للشكل سوليد، بنسمي العمليه دي ايه سوليديفيكيشن. يبقى when its temperature decrease، لما التمبريتشر تقل اللي يحصل بيحصل لها change from liquid state to solid state. وعندي بقى شويه مينرال مطالب من حضرتك انك لازم تحفظهم كويس جدا جدا جدا. ايه هم؟ قال لك في واحده بتكون ريتش السيليكا ماجما، يعني بيكون فيها نسبه السيليكا بتكون غنيه كتيره جدا عاليه قوي، ماشي. وعندي ماجما ريتش ان مغنيسيوم اند ايرون. محتاج ان حضرتك تحفظ الاكزامبل هنا، محتاج ان حضرتك تحفظ الاكزامبل هنا، ماشي. قال لك ان السوليديفاي فورمينج سيرتن مينرال زي مين؟ زي المايكا والكوارتز. عندي بقى المينرال اللي بيكون عندها ريتش في المغنيسيوم والايرون، عندي اتنين مهمين جدا، الاوليفين والبيروكسين. ماشي، مهم جدا تحفظ الاكزامبل وتعرف كل واحده تحت مين. السيليكا ريتش ماجما المايكا وكوارتز، الماجما ريتش مغنيسيوم اند ايرون، الاوليفين ومين والبيروكسين. مهم جدا 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 الاكزامبل، ماشي. تعالوا نشوف فكره الكريستاليزيشن في السوليوشن. قبل ما اروح لفكره الكريستاليزيشن اوف السوليوشن محتاج اعرف حاجتين مهمين جدا لازم حضرتك تكون عارفهم، ان انا عندي حاجه اسمها سوليوت وعندي حاجه ثانيه اسمها سولفنت. تعالى نفهم مع بعض. انا رحت جبت طبق اهو، ورحت جبت ازازه ميه، ازازه ميه اللي هو بالنسبه لي في الحاله اللي زي كده يمثل سولفنت. يعني ايه سولفنت؟ يعني موجود بكميه كبيره جدا، ده بيكون موجوده بكميه كبيره جدا فبقول عليه الميجر، ده السولفنت اللي هو مين؟ الووتر. لما اجيب سوليوت مثلا نفترض جبت ان اس ال ده اللي هو التيبل سولت ورحت جاي مدوبه هنا، لما ادوب ال ان اس ال جوه السولفنت واقلب جامد جدا عملت عمليه ستيرنج، هيبقى عندي ميه، الميه دي فيها مين؟ فيها ان اس ال وفيها سولفنت اللي هو الووتر. لو انا جبت لك كوبايه ميه عاديه وجبت لك ميه فيها سولت، هل هتعرف تفرق ما بينهم؟ لا، ليه؟ هتحسهم حاجه واحده. فيبقى اذا اللي اتكون من السوليوت لما داب جوه السولفنت بنقول عليه سوليوشن. يبقى السوليوشن ده عباره عن ايه؟ ان انا جبت سوليوت دوبته جوه سولفنت فتكون سوليوشن. فالسوليوشن ده اللي هو السوليوشن ده بنقول عليه هوموجينيوس ميكشر. يعني ايه هوموجينيوس ميكشر؟ يعني حاجه واحده لما ادوب ال اس ال جوه السولفنت بتاعي بحسهم حاجه واحده، ماشي. هنا بقى السوليوشن ده ليه كذا تايب. ايه هم التايبس بتاعت السوليوشن؟ عندي 3 تايب. ولنفترض دلوقتي قلت لك انا عايز اشرب كوبايه ميه مسكره مثلا، قلت لي عايزه كام؟ قلت لك عايز معلقتين سكر. حلو، حطيت شويه معلقتين سكر، ده كده احلى حاجه بالنسبه لي، كده بقول ده سكر مظبوط. يبقى كده في حاجه زي كده بنقول عليه ساتوريتد سوليوشن. ايوه، يعني ايه ساتوريتد سوليوشن؟ يعني كميه السوليد مليانه السولفنت بتاعي، يبقى كده تمام قوي. طب انا دلوقتي قلت لك انا عايز ميه مسكره، رحت انت جاي حاطط لي شويه سكر صغيرين، يبقى في الحاله زي كده لما اجي ادوقها مش هلاقيها مسكره، هتلاقيها دلعه شويه، صح؟ هتقول لي او حتى فيها سنه سكر شويه، بس تقدر تاخد شوجر تاني. في الحاله زي كده على unsaturated. يبقى ايه unsaturated؟ يعني كميه السوليد قليله جدا 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 جدا، تمام. طب انا بقى لو عايز احول من unsaturated لsaturated هعمل ايه؟ هتضيف شويه سوليد كتير عشان توصل لغايه saturated. طب ايه راي حضرتك لو انا دلوقتي عايز احط كميه سكر زياده، بدل ما احط لك معلقتين سكر عايز احط 7 8 9 علق مع 10 معالق سكر، ايه اللي هيحصل؟ قلت له عشان تعمل الكلام ده كله يبقى لازم حضرتك تعمل هيتنج للسوليوشن بتاعي عشان اوسع السبيس شويه عشان السوليد يقدر يخش ما بينهم واقدر اقلب شويه. يبقى تقول لي اعمل هيتنج بلس ازود شويه سوليد عشان تكون حاجه اسمها سوبر ساتوريتد. يبقى السوبر ساتوريتد فيه ايه؟ في كميه كبيره جدا 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 من السوليد اكتر من اللازم، ماشي. يبقى دول التايب بتوع ايه؟ السوليوشن، عشان افهم بعد كده عمليه الكريستاليزيشن. يبقى تعالى نفهم يعني ايه سوليوشن. سوليوشن از هوموجينيوس ميكشر. يعني هوموجينيوس يعني كلهم حاجه واحده، زي ما قلت لك جبت كوبايه ميه جبت كوبايه ميه فيها ملح، هل هتعرف تفرق بين الاثنين؟ لا. فعشان كده ليه؟ عشان هو ده كله في بعضه. يبقى هوموجينيوس ميكشر اوف السولفنت اند سوليد. السوليد ده الحاجه اللي بتدوب اللي هي الصغيره، السولفنت دي الكميه الكبيره اللي هي الووتر، ماشي. قال لك الانساتوريتد سوليوشن، الساتوريتد سوليوشن، السوبر ساتوريتد سوليوشن. يعني دولت مين؟ دولت التايب اوف السوليوشن. يبقى انا كده قسمت السوليوشن لثلاث حاجات. الانساتوريتد سوليوشن بيكون السوليوشن بتاعي كان اكسبت مور سوليوت لان ما فيهوش سوليوت شويه صغيرين، ده في نفس ايه؟ التمبريتشر. طب ايه رايك لما انا هزود شويه سوليوت هوصل لمين؟ للساتوريتد سوليوشن. يبقى سوليوشن كان اكسبت مور سوليوت، انا خلاص هو اتشبع على الاخر. طب انا عايز ازود شويه كمان بقى، يبقى لازم حضرتك تعمل ايه؟ هيتنج، تزود التمبريتشر عشان تزود ايه؟ كميه السوليد التانيين، ماشي. وادي الشكل بتاعك، ادي الانساتوريتد كميه السوليد قليله،
لو زودت شويه سوليد كمان هتلاقي كميه السوليد زادت شويه. طب حضرتك عايز تزود اكتر لازم حضرتك تعمل هيتنج عشان توصل للسوبر ساتوريتد. ماشي. during of the process of mineral formation from crystallization of solution، تعال نشوف ازاي بيحصل عمليه المينرال فورميشن في عمليه الكريستاليزيشن. قال لك اول حاجه هنروح نجيب سوبر ساتوريتد سوليوشن من الهوت صوديوم استيت، يعني هروح اجيب ووتر وادوب فيها صوديوم استيت، بس ده بكميه كبيره جدا 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 لغايه ما تكون لي السوبر ساتوريتد سوليوشن، وبعد كده هسخنها جامد جدا. بعد ما تسخنها هتروح جاي شايلها من على النار، وبقى عندي السوبر ساتوريتد منين؟ من الهوت صوديوم استيت اهو. بعد كده هروح اجيب صوديوم استيت سولت، بس هو لسه في حاله ايه؟ سوليد اهو. ماشي، بس على شرط ان هو يكون ايه؟ كولد. هتعمل ايه بقى؟ هتروح تجيب الهوت صوديوم استيت ده وتبدا تدلقه على الكولد سوليد ايه؟ سوليد صوديوم استيت. ايه اللي هلاحظه؟ هلاقي بقى ان الكميه اللي كانت موجوده زياده من الصوديوم استيت سولت هتبدا تتجمع حوالين مين؟ حوالين الكولد صوديوم استيت، ولغايه ما تكبر بالمنظر ده. اصلا طب تعالى نشوف بقى الكلام ده اهو. ايه اللي هيحصل؟ هنجيب هوت صوديوم استيت سوليوشن اهو، وادي الكولد سوليد اوف صوديوم استيت، هتبدا تصب ده عليه اهو. اللي حصل لقيت ان عمال يعمل لي عمليه كريستاليزيشن اهو بالمنظر ده. تمام. يبقى الاوبزرفيشن اللي اكسس سولت ان سوبر ساتوريتد سوليوشن، ان كميه السولت اللي كانت زياده جوه السوليوشن بدات تعمل كولكت اراوند الكولد سولت. بنسمي العمليه دي ايه؟ كريستاليزيشن. يبقى الكريستاليزيشن هتقول لي الديفينيشن بتاعها از فورميشن اوف كريستال، هو ان انا اكون كريستال فروم السوبر ساتوريتد سوليوشن نتيجه مين؟ الكولينج. ماشي. تعال نخش بقى على الطريقه الثانيه، وهي ان انا اشوف الكريستاليزيشن اوف السوليوشن فروم الهيدروثيرمال فينت. ايه اللي بيحصل؟ انا بيكون عندي الاوشن او الاوشن بتاعي اللي هو المحيط بتاعي. ايوه. ايه اللي يحصل؟ سيبك من الرسمه دي، تعالى ركز هنا اهو. ايه اللي حصل؟ بيكون عندي فتحه في الاوشن هنا تحت. ايوه. بيبدا هنا بيكون عندي الوتر بتاعت الاوشن، دي الوتر بتاعت الاوشن. ايوه. هتبدا تعدي من فتحه موجوده تحت الاوشن، في فتحه والله العظيم في ارض اهو. ماشي. فالوتر دي هتنزل تحت اهو، هتقابل مين؟ هتقابل الماجما. الماجما دي عامله ايه؟ عامله زي نار جامده جدا. فتبدا تعمل ايه؟ تبدا تعمل هيتنج للوتر. طب هي الهيتنج بتاعت الوتر دي هلاقي ان الماجما اصلا هيكون التمبريتشر بتاعتها 40 سليزيوس. فايه اللي حصل؟ الميه بتاعتك سخنت جامد جدا جدا جدا، وبعدين هتبدا تدوب اللاير بتاعت ايه؟ الروك اللي عندي، وبالتالي المينرال اللي كانت مستخبيه في قلب الروكس اللي عندي هتبدا تخش مع الووتر. فكميه المينرال اللي كانت موجوده في الروك هتخش في قلب الووتر اللي معايا، فهيعملوا ايه؟ هيعملوا السوبر ساتوريتد سوليوشن، هيكونوا سوليوشن جوه الووتر. يبقى المينرال هتدوب جوه الووتر وهتعمل السوبر ساتوريتد سوليوشن، وبعدين الماجما بقى هتروح جايه مطلعه الووتر هنا، فالووتر تبدا تطلع من فتحه ثانيه لغايه ما تطلع بره فين؟ في الميه اللي موجوده في الاوشن. بس خلي بالك حضرتك، الميه اللي كانت طالعه دي كانت بكام؟ ب 40 سليزيوس. لما تطلع بقى في الميه اللي موجوده في الاوشن، الميه اللي تحت في الاوشن دي على ديبس جامد جدا، حوالي مثلا 4000 متر، فهتقابل بقى ميه ثانيه. الميه الثانيه دي بقى مالها؟ التمبريتشر بتاعتها قد ايه؟ 2 سليزيوس. فتخيل بقى من هاي تمبريتشر للو تمبريتشر هيبدا يحصل عمليه الكريستاليزيشن اللي احنا كنا لسه شرحناها من شويه. يبقى الستبس اللي عندي اللي حصل، هتقول لي اول حاجه ان هيكون عندك ان الاوشن ووتر هتبدا تعدي من البورز اللي موجوده في الروكس لغايه ما توصل لمين؟ للكراكس اللي موجوده تحت مين؟ الارث سيرفيس. وبعد كده هتقابل الماجما ان التمبريتشر بتاعتها بتكون عاليه جدا، فقال لك الووتر هتكون هيتد باي الهيت في الماجما عشان التمبريتشر تحت هتكون واصله كام؟ ل 400 سليزيوس. فايه اللي يحصل؟ تعمل سوبر هيتد للووتر. فالووتر تعمل ايه بعد كده؟ هتاخد الروك اللي هنا اهو، وتبدا بعد كده تبدا تدوب اهو. المينرال اللي كانت موجوده في الروك هتبدا تدوب فين؟ تدوب جوه الووتر، فتكون سوبر ساتوريتد سوليوشن. بعد كده السوبر ساتوريتد سوليوشن اللي يحصل؟ هيبدا يطلع مع الووتر اهو من الارث لغايه ما يوصل لمين؟ للبورز اهو، ويقابل مين؟ الكولد بتاع الاوشنز. بعد كده اللي يحصل؟ تبدا بقى هي تبرد، يحصل لها كريستاليزيشن. يبقى وين ووتر فور اللي هي حصل لها سوبر هيتد عند 4000 سليزيوس، هتبدا تطلع بره لغايه ما تقابل الكولد اوشن عند كام؟ عند 2 سليزيوس. وبعد كده هتبدا تتجمع مع بعضها ويكون اهم 2 مينرال بالنسبه لي هو الاباتايت ومين كمان؟ والكلست والكالسيت. يعني الاباتايت ومين؟ والكالسيت. ماشي يا عم، ده كده الكريستاليزيشن. تمام. تعال نخش بقى على الجزء الثاني ومعانا من السيشن بتاعت النهارده، هنتكلم عن السويل. ايه هي السويل؟ قال لك السويل هي عباره عن سيرفيس لاير اوف ايرث كراست، هي عباره عن طبقه موجوده على ايرث ايه؟ الايرث كراست. بتتكون منين بقى؟ من الفريجمنتيشن اوف الروك، التفتت اللي جه من الروك، ومش بس كده كمان ده الكومبوزيشن اوف الاورجانيك ماتر،
ومش بس كده، ممكن يكون السويل بتاعتي عباره عن حاجتين، الفريجمنتيشن اوف الروكيتس مع الديكومبوزيشن اوف الاورجانيك ماتر. ماشي. تعالى بقى، ايه هي الكومبوننت بتاعت السويل؟ قال لك عندنا كذا حاجه. مين هم بقى؟ عندي والله الكومبوننت بتاعت السويل، عندك الهامس اللي هي دي عباره عن ديكومبوزيست اورجانيك ماتيريال، يعني بعض الحاجات اللي هي ليفنج اورجانيزم لما تموت وتبدا تتحلل بتكون لي ده. ماشي. وبعد كده عندي الاير الهواء، بعد كده عندي الكلي اللي هو الطين، وبعد كده عندي السليت، وبعد كده عندي الجرافل اند ساند، وبعد كده الووتر. يبقى دولت الحاجات اللي بتكون مين؟ دولت الحاجات اللي بيكونوا السويل كومبوننت. طب تمام. قال لك السويل كومبوننت ممكن اعمل لها كلاسيفيكيشن، بس الكلاسيفيكيشن ده يكون على حسب ايه؟ قال لك على حسب الواي اوف اتس فورمد، على حسب الطريقه اللي اتكونت فيها. يا اما تقسم لايه؟ يا اما ترانسبورتد سويل، اما يكون عليها سيدنتري سويل. ماشي. تعال نشوف بقى الفرق ما بين ده وما بين ده. قال لك الترانسبورتد سويل دي عباره عن ايه؟ قال لك هي عباره عن سويل. ايه اللي حصل؟ حصل بروكن داون ان وان بليس، حصل تكسير في مكان واحد، وبعد كده بدا يحصل لها ترانسبورتد تو انذر بليس. يبقى انا يا باشا كسرت هنا، بعد كده خدت اللي انا كسرته هنا نقلته في مكان تاني، دي ترانسبورتد سويل. ماشي. زي مين؟ زي الريفر سويل. ايه الريفر سويل؟ السويل بتاعت النهر. حصلت عندنا مين؟ عندنا الكلام ده في مصر اصلا. يا سلام. والله. قال لك ان السويل هاز بين بروكن، اتكسرت في وان بليس، اتكسرت في مكان، وبعد كده ترانسبورتد لمكان تاني بس باي ايه؟ باي ريفر. ايه الاكزامبل اللي عندك؟ مهم جدا اهو. الاكزامبل اللي عند حضرتك اهو، تعالى نشوف اهو. النايل دلتا سويل. اصلا الكلام ده حصل امتى؟ ان حضرتك حصل ترانسبورتيشن للروكس فراجمنت. منين بقى؟ من اثيوبيا. حصل تكسير في اثيوبيا عند هضبه الحبشه، وبدات تتنقل لمصر عن طريق مين؟ عن طريق نهر النيل، والكلام ده قعد ملايين السنين. وهنا في حاجتين مهمين جدا لازم تخلي بالك منهم. ايه هما؟ ان الكيميكال كومبوزيشن بتاعت السويل بتاعت اللي هنا موجوده في ايجيبت مختلفه تماما 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 عن الكيميكال كومبوزيشن بتاعت السويل اللي موجوده فين؟ في اثيوبيا. اصلا يبقى اذا الكيميكال كومبوزيشن بتاعت السويل بتكون ديفرنت كومبوزيشن بتاعت الروك اللي ايه؟ اللي اتكونت عليها اصلا في الكرنت لوكيشنز. ماشي يا عم. تعالى بعد كده نروح للسيدنتري سويل. ايه بقى الديفينيشن بتاعها؟ قال لك يا سويل فورمد اند ريمين ان ذا سيم لوكيشن، يعني انا كسرت وفتت في نفس المكان ما نقلتش. ماشي. زي مين بقى؟ زي الريزيديال سويل. دي جت منين بقى؟ قال لك ان هي هاز فورمد از ا ريزلت اوف سلو ويزرنج، حصل عمليه ويزرنج بس بالراحه. فين؟ في نفس المكان. الاكزامبل يا عم اللي عندي، الاكزامبل اللي عند حضرتك مهم جدا جدا جدا. فين الاكزامبل اهو؟ ماريت سويل والاوشنز سويل، ده كان عباره عن ساندي اند لايم ستون روك. مهم جدا 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 تحفظ الاثنين دول. ماشي. ازاي بقى اتكونت؟ قال لك نتيجه ان في سلو ويزرنج اوف روك، في تكسير بسيط او عمليه ويزرنج حصلت للروكس بتاعتي في نفس المكان. ليد تو ايه بقى؟ فورميشن اوف سويل. كونت سويل. السويل دي بدات فين؟ في مكانها. فقال لك بقى نستنتج حاجه، ان الريزيديال سويل بيكون عندها سيميلر تو اوريجينال روك، يعني كيميكال كومبوزيشن بتاعت الريزيديال سويل نفس مين؟ نفس الكيميكال كومبوزيشن بتاعت السويل اللي اتكونت عليها، او نفس الروك اللي اتكونت عليها. وده الفرق ما بين الترانسبورتد والسيدنتري سويل. ماشي يا عم. معانا اخر جزء معانا وهو النون رينيوبل ريسورسز. هنا بيقول لك والله ان انا عندي مصادر محدوده من نون رينيوبل ريسورسز. ايه بقى؟ المصادر غير متجدده. زي مين؟ زي الفوسل فيول. ايه الفوسل فيول ده؟ الوقود اللي احنا بنستخرجه منين؟ من باطن الارض. بعد فتره ده بيبوظ خالص، ما بيبقاش موجود خالص اهو. ماشي. قال لك ايه بقى يا معلم؟ قال لك بص، زمان كانت الناس بتستخدم حاجات بسيطه، بس مع القرن ال 18 اثناء الثوره الصناعيه اللي هي الاندستري ريفوليوشنز، الناس بدات تعمل ايه؟ consumptions of non-renewable resources increase. يعني بدات تلجا جامد جدا جدا في عمليه الصناعه ان انا هعمل مصانع كتير قوي، فمحتاج سورس للانرجي. فايه الحل اللي عندي؟ ان انا اروح اجيب بتروليوم او الاويل، او اجيب ايه؟ اروح للنون رينيوبل ريسورسز واجيب منها الناتشورال جاز، الحاجات اللي هي ايه؟ كلها طبيعيه. حلو. مع مش بس كده، كمان معنا عملنا المصانع، عدد السكان بدا يزيد، البوبيوليشن كمان ايه؟ بدا يزيد فيه كمان، فمحتاج ان انا ازود الصناعه اكتر. فده عمل ايه بقى؟ ده عمل تهديد ثريت اوف ديبليشن اوف ذيس ريسورسز. الكلام ده كله يا باشا، ما انا عمال اعمل مصانع كتير قوي وعايز اجيب انرجي كتيره جدا، فعمال اجيب حاجات دي من تحت الارض. الارض كانت مثلا معاها 100 جنيه مثلا، وانت حاجه عمال تاخد منها تاخد منها تاخد منها تاخد منها تاخد منها، ما بعد فتره اللي يحصل الكميه دي هتقل اصلا. فكده بنقول عليها ايه؟ نون رينيوبل ريسورسز. فبالتالي ايه اللي حصل بقى يا معلم؟ عمل لك جراف كده جميل قوي، وقال لك بص حضرتك الجراف ده كان ساعه 1930، كان هنا كان فكره الاويل اصلا احنا كنا بنطلع حبه 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 حبه، بص لغايه ما بدا يزيد جدا 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 لغايه ما وصل لاعلى قمه عندها عند كام؟ 2010 او 2010. اللي حصل عند 2010
شايف ان في انكريز ان انا اطلع كميه البترول منين؟ من تحت الارض. وبعد كده بدا ايه اللي يحصل؟ بدا يقل شويه تاني. طب ليه قل؟ عشان احنا خفنا ان احنا كده هنخلص كل مين؟ كل المخزون بتاع الارض اللي فيه ايه؟ الاويل برودكشن اللي احنا بنطلعه. طب حلو. قال لك لو انت كنت ماشي على معدل الاستهلاك بتاعك ده كنت على 2070 اصلا كنت اوريدي هتخلص كميه الحاجات اللي موجوده جوه الارث. طب وبعدين اصلا ايه الفكره؟ النون رينيوبل ريسورسز دي قال لك هي عباره عن ناتشورال ريسورسز، عباره عن مصادر طبيعيه. بقدر اجيبها منين؟ من الارث سفيرز. ماشي. اكسكلودنج مين؟ البايوسفير، وبالتالي ما بقدرش ان انا ايه؟ اجيبها مره ثانيه. طب تمام يا عم. قال لك في بقى حاجه مهمه جدا، ان انا لازم 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 اقلل الكونسومشنز اوف مين؟ النون رينيوبل ريسورسز. لازم حضرتك تقلل استهلاكك من النون رينيوبل ريسورسز. ليه بقى؟ عشان كميتها محدوده اهو. فقال لك بيكوز نون رينيوبل ريسورسز ار ليميتد، يعني الكميه بتاعت النون رينيوبل ريسورسز ليميتد. السلايد دي من الاخر عايز اعرف ايه؟ بص يا معلم، ان احنا عندنا حاجات بنجيبها من تحت الارض، الحاجات دي بعد فتره هتخلص. حلو. الحاجات اللي احنا بنجيبها من تحت الارض بنقول عليها نون رينيوبل ريسورسز. حلو. انت بقى بيقول لك ايه؟ لازم حضرتك ان احنا نقلل الاستهلاك بتاعنا، يبقى ذا urgent need to reduce the rate of consumption، ان انت حضرتك لازم تقلل الاستهلاك بتاعها عشان هي ايه؟ ليميتد. بس كده. ولو حضرتك قال لك لو انت شفت الجراف ده بتاع الاويل برودكشن، فاحنا خلال 120 سنه كان في الاول حصل انكريز، بعد كده بدا يحصل له ديكريز عشان احنا كنا خايفين ان احنا يقل الكلام ده. ماشي يا عم. تاني حاجه عندنا مهمه جدا ايه هي؟ الانفير distribution of natural resources lead to their depletion. التوزيع الغير عادل في الناتشورال ريسورسز ادى ان ده يحصل اصلا عمليه ديبليشن. ليه؟ احنا عندنا دول ممكن تكون غنيه جدا بالنون رينيوبل ريسورسز، ودول ثانيه ما عندهاش نون رينيوبل ريسورسز. فالدول النون رينيوبل ريسورسز دي اللي ما عندهاش نون رينيوبل ريسورسز دي ممكن تكون ديفلوبد اصلا، يعني دوله متقدمه زي امريكا مثلا ما عندهاش ايه؟ ما عندهاش اويل، ما عندهاش بتروليوم. عندي دوله ثانيه مثلا موجوده في افريقيا فيها الكلام ده كله، بس يعني بنوع الدوله ناميه ديفلوبينج كانتري غلبانه. فاللي يحصل الدوله الغنيه قوي زي امريكا مثلا تروح للدوله الغلبانه اللي هي في افريقيا تقول لها ايه؟ لا انا هاخد منك ايه؟ الناتشورال ريسورسز دي. ده عن طريق اتفاقات. حلو. فقال لك الكلام ده بيحصل ايه؟ نتيجه انكريزنج الهيومن اكتيفيتي المايننج. المايننج ده عمليه التعدين، ان انا اروح للارض وابدا ابحث جواها عشان اطلع متر او مينرال. ماشي. طب وايه تاني؟ الكنترول اوف المايننج، ان الشركات اللي هي مسؤوله عن المايننج اللي فين بقى؟ في الديفلوبد كونتريز اللي هي الدول المتقدمه، عماله عايزه تجيب نون رينيوبل ريسورسز، هتجيبها منين؟ من الديفلوبينج كونتري. ماشي. ده عن طريق مين؟ ان احنا يا باشا نعمل اتفاقات مع بعضها. الديفينيشن بتاعت المايننج زي اكستراكشنز اوف ناتشورال ريسورسز، ان انا اعمل اكستراكشن استخرج ناتشورال ريسورسز منين؟ زي الفوسل فيول ومينرال فروم ايه؟ الارث. طب تمام. طب واحنا بقى عايزين نعمل ايه بقى؟ ايه سستينابيلتي لمين؟ للنون رينيوبل ريسورسز. عايزين احنا نحافظ على النون رينيوبل ريسورسز دي اطول فتره ممكنه. ليه بقى؟ عشان النيو جنريشن الاجيال اللي بقى جايه بعد كده تقدر تلاقي حاجات تشتغل بيها زي فوسل فيول، المينرال، الكلام ده كله استفاد منها. لكن تخيل انا خلصتهم هيعملوا ايه؟ هم مش هيلاقوا حاجه يعملوها. فانا لازم احافظ على الكلام ده كله. طبعا الكلام ده ايه؟ يا اما عن طريق حضرتك هتمنع حاجه او حضرتك هتزود حاجه. قال لك preserving them from depletion، ان انا احافظ عليهم من الديبليشن، او ان انا اعمل finding new alternative for them، ان انا ادور على بدائل جديده. طب الكلام ده ازاي بقى يا معلم؟ قال لك اهو ان احنا نعمل shifting to use renewable resources، اللي احنا نروح للحاجات اللي هي المتجدده. renewable resources زي مين؟ زي السولار انرجي الطاقه الشمسيه، الويند انرجي الطاقه اللي جايه من الريح، والهيدرو الكتريك انرجي الطاقه اللي جايه من الووتر. ماشي. او ان احنا نعمل ريسايكلينج مينرالز. يعني ايه الكلام ده كله؟ المعادن اللي حضرتك استخدمتها بعد ما تخلص اعمل لها عمليه ريسايكلينج، اعاده تدوير، استخدمها مره ثانيه انستيد اوف ايه؟ نيو مايننج. بدل ما حضرتك هتجيب مسحه الحديد دي باظت، حضرتك بدل ما تروح ترميها، لا حضرتك هنعمل لها ريسايكلينج، هنعيد استخدامها. بدل ما حضرتك تروح الارض وتبدا تفحت عشان تطلع مينرال تاني، لا باش اعمل ريسايكلينج ليها. ايه تاني؟ قال لك والله يوزنج التكنولوجي ذات كونسيوم ليس انرجي، ان حضرتك بدل ما تروح تجيب بقى مثلا تكنولوجي بتستهلك انرجي كتيره جدا، ان هي تستهلك مثلا فوسيل فيول كتيره جدا، لا يا عم اروح ادور على انرجي، اروح ادور على مثلا تكنولوجي بتقلل لي استخدام الكهرباء. زي مثلا تعمل ايه؟ يقول لك ايه؟ في مثلا اير كونديشننج اللي هو التكييف ده بيستهلك كهرباء اقل، فانا ادور على تكنولوجي تستهلك ايه؟ كهرباء اقل. زي مين؟ زي الالكتريكال كور. حضرتك بدل ما تجيب عربيه بتستهلك بنزين، لا يا عم البنزين ده نخليه حاجات ثانيه. طب حضرتك هتعمل ايه؟ هجيب عربيه بالكهرباء. ماشي. او انرجي ديفيشنسي ايه؟ ابليكانت. ماشي. زي ان انت تجيب غساله بتستهلك ايه؟ تستهلك والله انرجي قليله. تمام. واخر حاجه معانا ان احنا نعمل ديفلوبينج اندستري الترناتيف تو ريسورسز زي ريتشارجنج باتري، ان احنا
نجيب بطاريه بتعيد شحنها بدل ما البطاريه ما تخلص ترميها فتجيب بطاريه تانية بشكل تاني. وكده نكون خلصنا ليسون 2 في يونت 4، وكده نكون خلصنا المنهج بتاعنا والفيجن بتاعنا. ما تنساش اللايك والسبسكرايب، وابعت الفيديو لزمايلك. لو عندك اي مشكله في اي حاجه ابعت لنا في الكومنتس. هشوفك ان شاء الله على خير في الفاينل ريفيجن وحل الاكزامز بتاعه المعاصر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.